السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد في قناة بتر. والنهارده هنتكلم عن مستر بيست. هو انتوا صح ما اتفرجتوش على فيديو الاي اي ليه؟ ليه يعني؟ ده تعبت فيه جدا، تعبت فيه كتير قوي. ليه؟ معلش مش شفتكمش، كنت بتفرج على فيديو الجريب قوي ده بيتكلم عن الاي اي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد في قناة بتر. والنهارده هنتكلم عن مستر بيست والحاجات الجديده حصلت. ثانيه بقى كده، في حاجات اجدد حصلت، محتاج نقطع الحته دي من الفيديو وهغير فيه شويه عشان كده حطيت الحته دي. ثانيه بقى كده، في حاجات اجدد حصلت، انتوا الاثنين قدام قوي، نقطع برضه الحته دي من الفيديو. بجد؟ بجد. بص حتى هو اللي بيحصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد في قناه بتر. والنهارده هنتكلم عن مستر بيست. بص انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ثانيه لا ما تضربش بالنار لا. بصوا باختصار السكيت اللي فات، يعني كنت بحاول اشرح لكم ان هو الفيديو ده كنت عملته، بس للاسف بعد ما عملته ظهر كمان حاجات كنت محتاج اعملها، وبعدين ظهر كمان فيديو مودوك باك، فاضطريت اطول في الفيديو، فعشان كده طولت يعني، واتاسف قوي الموضوع ده. غير موضوع تاني بس مش هتكلم عنه خالص، اسمه جاد اوف وور، احسن لعبه في الدنيا، مش عارف بجد اسيبها. بس بعيد عن كده، انا بجد كنت بحاول اطلع الفيديو، يعني مواعيد الفيديوهات هتظبط، هحاول انزل فيديو قريب جدا يعني، وبرده هنزل على الاقل اسبوعيا، لو مش اقل من كده ان شاء الله. على الاقل يا اسبوعيا 4 ايام، بحاول ما اقولش خالص حاجه اقل من 7 ايام، بس ان شاء الله يعني الفيديو تتظبط وانزل اكتر. بس كحاليا هقابلكم بعد تقريبا 35 دقيقه او نص ساعه، حاجه شبه كده، عشان انا صورت الفيديو كله بس ليه حاجه جديده، فاضطريت ان انا استنى شويه وكمان اجمع معلومات. دي طويله وبصراحه السكريبت اطول، فيعني انجو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد في قناه بتر. والنهارده هنتكلم تاني عن مستر بيست. بصوا باختصار ده بارت 2. اللي حصل الفيديو اللي فات وانا عملته، مش عارف ليه جاب 1000 مشاهده، شكرا بجد، تقريبا عشان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، لو حد اصلا اتفرج عليه، ان هو للاسف ما فيش ناس كتير جدا بتتكلم عن الموضوع اللي كنت اتكلمت عنه. كله كان بيركز على حاجه ثانيه مستر بيست عملها، او صاحبه اللي عملها، مش مستر بيست نفسه. فانا هحاول اتكلم عن حاجه مستر بيست عملها ومفيش ناس كتير اتكلمت عنها. الحمد لله بعد ما اتكلمت عن الموضوع جبت مشاهدات كتير جدا، جبت اكتر من 1000 مشاهده. انا فرحان جدا بجد بالموضوع ده، وفي كومنتات غريبه هتكلم عنها بعد شويه. بس الاهم من كده ان انا بعد ما اتكلمت عن الموضوع، بقت ناس تتكلم عن موضوع مستر بيست نفسه. بقى عندك ابو فله. السلام عليكم، صباح الخير جماعه. شفتوا مقطع فضيحه مستر بيست؟ يا الهي، بأستر عليه ولا ما ادري والله، الموضوع ما ادري يا اخي. مقطع وصل تقريبا ب7 ايام 7 مليون. لازم يرد مستر بيست، لازم يرد، لا لازم يرد. هذا قوي والله قوي. باري تيوب، مازن، ريدكس، يس بليس، كلهم بيقولوا نقط مهمه جدا برضو في الموضوع ده، طبعا بعد ما انا اتكلمت عنه يعني. حاولوا تقدروا ما تضايقوش الناس اللي بتكلم عنهم دول. بس للاسف في الفيديو اللي فات فبيقول لي للاسف مفيش دليل على اي حاجه، مستر بيست دايما بيجيب ناس يعرفهم عادي. حاول تعمل فيديو مختصر، ماشي، حتى فيديو مختصر حاول اشتغل عليها، انت صح في الحته دي. المهم انه بيقول مفيش دليل على اي حاجه، ودايما بيجيب ناس يعرفهم عادي. يعني ايه يعرفهم عادي؟ قانونيا ما ينفعش، هيخش السجن لو بجد عمل الموضوع ده، والاي ار اس اللي هي بتاعه الضرايب في امريكا، او اي حد ماسكه في الموضوع ده. اخلاقيا صفر، مستحيل يعمل الموضوع حاجه شبه كده. يعني تخيل انت بتدخل مسابقه مع مستر بيست، هو بيدخل ناس طبيعيه، انا بعيد عن الممثلين والناس اللي يعرفهم، ساعات بيدخل ناس طبيعيه ومعاه ممثلين، فهو عايز يكسب ممثل ما كسبش واحد طبيعي. انت لما كان تقضيع على طول معروفه. وفي ناس كبار جدا هتكلم عنهم برضو في الفيديو، دخلوا مسابقه وطلع مستر بيست كسب واحد تاني، فداخل عادي والشخصيه كبيره، يوتيوبر كبير، بيستغرب انا ما كسبتش ليه؟ انا دخلت بقى عندي، المفروض يكون عندي فرصه عشان اكسب، ازاي ما كسبتش؟ وازاي من ساعتها ضحكوا عليا ومش قايلين لي، علموا لي، فاهم قصدي؟ كان ممكن يرفض. في واحد برضو شبه امريكان جوت تالنت واربس جوت تالنت، دايما بيجيبوا ناس على فكره ممثلين عشان يعملوا حاجه معينه. في اكتر من يوتيوبرز بيدعوهم عشان يعملوا الموضوع ده، بيقول لك هندخلك عندنا، هنعمل فيك مقلب عشان نصفحك، ده هيخليك مشهور. فبيقول له طب ماشي، ينفع ابين موهبتي؟ يعني مثلا انا مغني، ينفع اغني كويس جدا؟ يقول له لا. طب لا ينفع بعد ما اخلص مثلا نقول قناتي حاجه شبه كده؟ يقول له لا. طب انا اعمل ايه؟ ليه دخلوني ارس جوت تالنت؟ علشان يضحك عليا. فكل بيرفض في الاخر الموضوع ده. هو نفس الموضوع، هو ما ينفعش تدخل حد وتضحك عليه، وبالذات يكون واحد يعني واحد يوتيوبر كبير، ده هيفضحك بعدين، وده اللي هنشوفه بعد شويه. وفي كومنت تاني، ارجوكم ما تضايقوش الناس دي بجد، ما اظنش كانوا فاهمين بجد نقطه الفيديو. للاسف كلامك كله غلط، ما في اي دليل يثبت هذا الشيء. حتى لو ثبت هذا الشيء، احنا شنو دخلنا؟ بالاصل لازم نطور نفسنا، ما نتكلم عن الناس. واخر شيء، اذا بصير عمرك 100 سنه ضوئيه، للاسف ما توصل 1% من يلي وصل له مستر بيست. يا اسطى انت من كل عقلك متعب نفسك على هيج موضوع، طور نفسك باشياء ثانيه. انا مش فاهم ليه نص الكومنت مصري ونص الثاني سعودي تقريبا، او من بلاد الشام. انا مش فاهم، هو مصري وبيحاول يعمل نفسه سعودي، ولا سعودي بيحاول يعمل نفسه مصري؟
تقريبا العكس، بس مهما كان هو اصلا كمان الكومنت ده اديتد. المهم في ناس بتقول الفيديو ممتاز، شكرا بجد تستحق مليون مشترك، ممكن عشان كلمت عن الموضوع بدري وفي كومنتات جميله جدا يعني. بس في واحد بيقول لي ان انا محتاج اعمل سكريبت، واخيرا عملت سكريبت، عشان كده بقول لكم من دلوقتي الفيديو ده ان شاء الله هيكون قصير، بس لو طويل هبين حتت معينه ممكن تقطعوا اي حته فيها، ومتاكد في يوتيوبرز اتفرجوا على الفيديو ده عشان يجيبوا معلومات عن بعد كده، بدل ما يجيبوا من مصدر انجليزي يجيبوا مصدر عربي. فلو زهقتوا صح من اي حته معينه ممكن تقدموا الحته اللي بعدها في اكتر من شابترز تحت كده، ممكن تقدموا فيهم وترجعوا لورا وتشوفوا اي حته معينه، عشان هنتكلم حاجات كتيره جدا يعني. في حاجات مقرفه قوي لو عايزين تعدوها انصحكم بجد تعدوها. صح معلش موضوع فلسطين كالعاده الفيديو ده اتمنى ما كنتش خاصه موضوع فلسطين، لو عايزين تقفلوا الفيديو مش مشكله وتشوفوا موضوع فلسطين ترجعوا لي طبعا في الاخر، بس المهم اتمنى تهتموا بالقضيه الفلسطينيه. فنبدا بس بالترتيب التاريخي، بس نبدا الفيديو ده كله وعايز افهمكم احنا نعرف ايه عن مستر بيست وما نعرفش ايه. نعرف ان هو عارف ومطمن ان جمهوره اطفال. لو شفتوا الكليب ده The average demographic is what, 13 through 17? Is that the biggest spike in your analytics? Well, I mean, mine's horseshit. It says like 18 to 24, but I know all my fucking viewers are little kids. Yeah. I feel like it's a lot like that because, you know, little kids lie about their age or they're on their... هو عارف ان جمهوره اطفال. في حاجه ثانيه برضو مهمه جدا محتاجين نفهمها في نبدا الفيديو ده، ان هو دايما بيقول ان عمره ما فبرك اي فيديو وعمره ما عمل شغل كمبيوتر اللي هو CGI كمبيوتر جنريتد ايمج. في الاخر يعني عمره ما عمل شغل كمبيوتر او فوتوشوب خالص في فيديوهاته، ودايما فيديوهاته مش مفبركه تماما. First started seeing your videos, I was like, this shit's got to be fake. Oh yeah, it's a just huge so- problem for us now. I actually have to dial back my content sometimes just so people think it's real. But also, if what we had to film was scripted, you know, because what we do is non-scripted, so you have to plan for a bunch of variables that you can't control, blah blah. If what we did was scripted, holy shit, this stuff would be easy to pump out. Have you ever faked a video? No. But this train track is CGI, these bus wheels are CGI, this explosion is fake, this shredder is CGI, this car is digitally lifted, this pit is fake, this guy is fake, this raccoon is a paid actor, this island costs more than $1, this city is not abandoned, these buildings are CGI, but it's not your only way out, you can literally get an Uber to the airport for $20. That's not a lurker. It's just a guy. This whole room is fake. This contestant is an actor and a secret employee at Mr. Beast. They had him dive through this fake door twice. This line is scripted. This action is scripted. In fact, pretty much all the videos with Mac are scripted. ده بيوريك فيه ازاي واحد بيحاول يوصل لاخر ثانيه بحيث يعمل لك ان ايه موقف جامد، ايه ده في اخر ثانيه بالظبط كسب. هو عارف بالظبط هيكسب امتى يعني. فزي ما انتم شايفين هو مقتنع ان عمره ما فبرك اي فيديوهات، وكل فيديوهاته فيها مصداقيه 100%، وعمره ما حط شغل الكمبيوتر، عمره ما حط اي حاجه، مع ان الراجل ده بيقول ان هو فبرك كل الفيديوهات. بس مش مهم النقطه دي، المهم بس تفهموا ان هو بيظن ان فيديوهاته مش مفبركه تماما، وده طبعا بيديني احساس ان احنا بنتفرج عليه حقيقي في مصداقيه كبيره جدا يعني، ونصدق كلامه مهما كان عشان عمره ما كذب. مش هتصدقوا ليه يعني؟ وطبعا ده بيتقال للاطفال، فالحته دي مهمه جدا يعني. فده مسلسل مستر بيست يعتبر مسلسل، فهو تعال نقول ماشي انه مش مسلسل مفيش مشكله ومش محتاج مصداقيه وكل حاجه. ده اكبر يوتيوبر، المفروض اكبر يوتيوبر على الاقل يكون شكله حلو، يكون دايما صادق ما يكذبش، ولما يقول الفيديوهات مش مفبركه ما تكونش مفبركه، المفروض على الاقل يكون ده يعني شكله كويس لينا. في الكومنت زي ما قلت لكم الكومنت ده بيقول ان هو ما فرقتش مستر بيست بيعمل ايه، لا بيفرق معايا انا بحاول ابقى يوتيوبر، مش عايز اليوتيوب بشكل وحش عشان اكتر واحد كبير على اليوتيوب طلع زباله مثلا في الاخر. مش عايز الموضوع ده يحصل. في مسلسل هو مثلا بيقول لك ان هم دايما بيحاولوا يعملوا حاجات كتيره جدا، يجيبوا حكم عادل ويدفعوا فلوس لمحامي وحاجات شبه كده علشان بس ما يكونش المسابقه مفبركه، عشان لو المسابقه مفبركه في الاخر الناس تكره المسلسل، وبعيد عن كده ممكن برضو يتقاضوا وحاجات شبه كده كتيره جدا يعني. This kind of rigging is actually completely illegal. We always have the same person tie all the knots so that we know they've tied them at the exact same tension. I mean, we get down to inches. And then we have a standards and practices person. And if you don't know what that is, on any kind of a game show where there is a prize, you have to have somebody that ensures that it's fair. They are out there essentially to make sure that we don't do something that would favor one player or one tribe. I paid the one guy who knew how to solve them to leave. نقول ماشي يوتيوبر مش محتاجين نجيب له قواعد كبيره جدا، ده يوتيوبر في الاخر واحد يعني شغال من بيته شبه كده، ومش قدامه شركه كبيره، مع ان مستر بيست برضه شركه مفيش مشكله. على الاقل لما يعمل مسابقه ويجيب معاه يوتيوبرز تانيين بيظنوا الموضوع ده حقيقي ما يضحكش عليهم وما يكسبش واحد من صحابه $1 مليون. I don't know what you're talking about. Like, she's not here. The other thing that they said is absolutely no climbing in the air vents or the ceiling. And they said it's because they do all their wiring in the ceiling. So I am up here. Okay, I feel good about this spot. If it was held accountable, especially because this was a YouTube original production, Zach would have been eliminated for cheating. He broke the rules, and guarantee you, if I climbed in the ceiling, Mr. Beast would eliminate me. بعيد عن
عن كده اصلا مكتوب اهو يوتيوب اوريجينالز. فبعيد عن كل اللي قلته، ده اصلا مسلسل يوتيوب اوريجينالز، يعتبر مسلسل على الاقل وفقا لIMDb. ليه بقى يحاول يعمل كل الكلام ده بعيدا عن قانونيا واخلاقيا؟ عشان اتفضح بعدين. في يوتيوبر كان اسمها روزانا بانسينو ما اظن، كل فتره ضحك عليها لما قالت ان انا كنت في مسابقه المفروض اكسب $1,000,000. المهم ان هي واحده ضحك عليها، فهي مستغربه الموضوع ده وفضلت تتكلم كتير جدا عن الموضوع ده، بس كل فضل يضحك عليها. طلع عندها حق في الاخر، هي كانت تحسب مستر بيست كريم، طلع في الاخر انه بيضحك على الناس. دي كانت مفاجاه ليها يعني. عشان اقول لكم موضوع برضه اربس جوت تالنت مهما كانت السلسله دي كلها يعني من ضمنها فيلم مصداقيه عاليه جدا، بس هي تلات ارباعها تمثيل حاجه شبه كده يعني. ولو انا مكانها اصلا بصراحه هعمل نفس الموضوع. تخيل لو واحد قال لي عندك دلوقتي يا بتر فرصه تكسب $1,000,000، لو طلع في الاخر بضحك عليا انا هبهدله. لو مش هبهدله بالضرب على الاقل هبهدله على النت، هقول يا جماعه ضحك عليا زي يقول لي هكسب $1,000,000 وما يكسبنيش. عن نفسي هعمل كده. واتاكل اي حد في الدنيا قدامه الفرصه دي، مثلا ربح مليون، افرض مثلا وصلت لسؤال المليون وكسبت سؤال المليون، يقول لك في الاخر لا كنت بضحك عليك. ما ينفعش. عشان الموضوع ده صعب قوي يتفهم ليه. بس بعيد عن كده، فاظن انكم فهمتوا كم قاعده محتاجين نسيبها في دماغنا. الاوفر بروميسنج اللي هو مبالغه في الوعد، دايما بيوعدنا بحاجات جامده جدا، وبرده المصداقيه كل شويه بيقول لنا انا صادق عمره فبركت اي حاجه. واهم نقطه ان هو بيدي كل الحاجات دي للاطفال، فالمفروض على الاقل مع الاطفال يعني المفروض ما يضحكش علينا على الاقل مع الاطفال. ده بعيدا عن ان هو في الاستوديو نفسه في اطفال، فالمفروض ما يشغلش ناس مشكوك في عمرها. المهم اكتر جزء مور في الفيديو ده مصايب كريس. واحد كان شغال مع مستر بيست وهو صاحبه من الطفوله يعني، وكان بيظهر في كل فيديوهاته، يعتبر هو كو فاوندر، هو تاني واحد مشترك في القناه، تاني واحد عمل القناه بعيد عن مستر بيست. مستر بيست صاحب القناه، هو تاني واحد مسك القناه. لو مستر بيست مات كريس هو اللي يمسك القناه. موضوع مقرف، وباختصار هحاول اختصر جدا الموضوع ده، بس يعني هو من الاخر بقى لو عايزين تعرفوا موضوع التحول المقرف قوي بتاعه ده، ممكن تشوفوا فيديو باري تيوب. انصحكم بجد تتفرجوا على الفيديو ده، معمول من سنه. هو للاسف على فكره باري تيوب بيجيب مصادر غلط، بس هو من الاخر نتيجته صح. انا مش هتغاضى على حته مصادر الغلط بصراحه لو النتيجه والرساله صح يعني. بس احنا مش هنتكلم عن الموضوع ده، عشان قبلها بشويه عايز اكلمكم عن حوار سوني في 2 برضه له علاقه بكريس. حوار سوني في 2 باختصار ان هو في قناه اسمها سوني في 2 بتتكلم دايما عن تاريخ وحاجات مهمه. في الوقت ده سوني في 2 كان عامل فيديو وقال فيه ان واي كريس ويل سون بي ا نايت مير فور مستر بيست. الفيديو ده لو دلوقتي دورتوا عليه هتلاقوا اسمه اتغير. ساعتها كان معنى الفيديو ليه كريس هيبقى كابوس بالنسبه لمستر بيست، بس ساعتها دي كانت يعني تعتبر نصيحه من المعجبين بتوع مستر بيست، وانا للاسف كنت منهم. وسوني في 2 ان هو يحاول يلاقي حل لمشكله كريس. ما سمعش الكلام، ومستر بيست قال لا ازاي، هي از ماي فريند. ركزوا في الحته دي كويس جدا، بيقول هي از ماي فريند، ده صديق وعمري ما اتخلى عنه، صديقه من الطفوله. راح سوني في 2 شاف ان الاكبر يوتيوبر مش عارف يغير رايه، بعدها سوني في 2 غير اسم الفيديو، قال هاو ويل ذا كريس تايسون سيتويشن امباكت مستر بيست، ازاي موضوع كريس تايسون هيغير قناه مستر بيست. وانا بصراحه يعني مش عارف سواء كان مصداقيه مستر بيست دلوقتي بقى فيه مصداقيه مستر بيست. سوني في 2 اصل سوني في 2 بيتكلم عن التاريخ. تخيل لو انت حرفيا بتغير في التاريخ علشان الحاضر، لو واحد بيقول لك لا مش عاجبني الموضوع ده ارجوك غير، ما تخليش المماليك يكسبوا، خلي المماليك يخسروا، او خلي العثمانيين يكسبوا، او خلي امريكا تكسب فرنسا. ايه يا جماعه ده تاريخ يا جماعه. ده بيحاول يوثق التاريخ الحالي، مش طبعا مش تاريخ قديم يعني، تاريخ العصر الحديث بتاعنا ده. فان هو يغير في الموضوع شويه مش عارف، مصداقيه سوني في 2 بقت قليله قوي على الاقل بالنسبه لي يعني، بحيث ان هو تغير رايه بالسهوله دي. طبعا متاكد 100% انه عايز اغير اسم الفيديو ده بعيدا ان اصلا في 1000 فيديو دلوقتي كاتبين التايتل القديم، اسم الفيديو القديم هاو كريس ويل سون بي نايت مير فور مستر بيست. فيعني واحد يتعلم الادب بصراحه، ان هو ما يسمعش كلام الناس لو كلام الناس مش عاجبه، اثبت على رايي بحاول اقوله. المهم فضيحه كريس بقى زي هو اللي حصل في 13 يونيو 2024. جه واحد اسمه بريزم 42، دي قناه يعني عملت واتكلم بيها في فيديو 43 دقيقه و45 ثانيه عن موضوع كريس بالكامل. بيتكلم عن ازاي في واحد اسمه لافا جي اس التويتر بتاعه اهو، بيقول لك ازاي كان هو بيتكلم مع مستر بيست، وكان هو اصلا متسابقين في قناه مستر بيست. الغريب انه كريس بيقول له ثانكس داد، ذا فك، بيقول لك ثانكس داد يو وانا مودريتد اي وود لاف تو. وبعدين لافا جي اس كان شكلهم صحاب يعني، بس المشكله لافا جي اس كان عنده 13 سنه، كريس كان عنده 20 سنه، فماشي بيتكلموا مع بعض مش مشكله. بس هو كان بيقول له حاجات غريبه، بيقول له داد، وبيقول له الكلمه دي اللي هحاول على قد ما اقدر اغطيها، بس مش عارف ازاي اغطيها بحيث ابين لكم مكتوب ايه بالظبط يعني. وكان بيقول رسائل غريبه جدا يعني لواحد صغير، وللاسف الصور مقرفه جدا، احاول على قد ما اقدر اعملها بلور، بس يعني في صور كتير جدا تبين لك ازاي حصل حاجات مقرفه، ولافا جي اس كان بيدفع فلوس لكريس عشان يعمل حاجات اقرف
هحاول اغطي الحاجات دي كلها. ومش كده بس، باين كده لافي جي اس العيل الصغير ده باين كده انه كمان خيم مع كريس. فاللي حصل ان كيم ستار، وعلى فكره كيم ستار ده مراسل مهم جدا. عارفين تي ام زي نفس الموضوع، كيم ستار شبههم بالظبط كده، بس كيم ستار اكتر في الويب. تي ام زي حرفيا عندهم مراسلين بينزلوا وبيصوروا حاجات شبه كده. كيم ستار كان قال ان هو اتكلم مع لافي جي اس وقال لا ما تلاقوش كريس ما عملش اي حاجه وما تلاقوش يعني. وايوه انا كنت بتكلم في نكت ايجي وانا inappropriate جوكس في ديسكورد وانا عندي 11 سنه. فمجرد انه اعترف ان في حاجات مش مناسبه ومش لائقه لعيل صغير ساعتها، فلافي جي اس صغير ما حدش هيحاسبه، بس كريس يتحاسب. بحيث ازاي واحد صغير يتعامل مع واحد كبير ويتكلم معاه في حاجات شبه كده. المهم انه اعترف في الرساله دي في اخر جزء ان هو كان بيرسل رسائل غير ملائمه وغير لائقه خالص لاطفال اقل من 18 سنه. بعت له وقال ان هو كان صغير قوي ساعتها، فكريس طبعا كان بيعمل جريمه وهو بيدافع عنه علشان ما كانش فاكر كويس جدا اللي بيحصل. بس اقر ان كريس طبعا مجرم يعني لما قال I was a minor in this situation and not the adult influencer who shouldn't have allowed this to happen. فمن الاخر زي ما بيقولوا كده throw him under the bus، بيلبسوا في الحيط. لا هو غلطان انا مش دعوه. ما كانش فاهم ان الموضوع ده غلط ساعتها يعني عشان كان صغير. منطقي واحد صغير مش فاهم قوي الموضوع ده يعني. المفروض الكبير يتحمل المسؤوليه ويحاول يبعده عن الحاجات دي، يحاول ما يتكلمش معاه على الاقل. ده منطقي جدا. لو بالنسبه للقرف كبير جدا هنخش في حاجات قرف كتير قوي اسمها شادمان. بينه طرد مدرسه الفنون عشان اكتشفوا ان بيرسموا في السوشيال ميديا، ومدرسه الفنون كانت بتقول عليه مجنون. Eventually the artwork in his portfolio was discovered containing drawings that were considered highly illegal. غير قانونية تماما، اللي هو حرفيا مش ملائق تماما ومجنون للمجتمع اللي هو عايش فيه. عشان كده طرد من مدرسة الفنون اللي هو كان فيها. كان بيرسم ناس حقيقيين، أطفال حقيقيين بمشاهد غير لائقة. فطبعا كان كله بيتكلم عن الموضوع ده، كله كان بيحاول يوقفوه، بس الحرية الأمريكية بتعمل المصايب دي كلها ومحدش عارف يوقفها. بس هو تويتر بتاعه يعني هيعملوا ايه؟ واكتر من مره الناس كلموه اخيرا وقالوا له ارجوك امسح الحاجات دي كلها. قال ماشي. غريب يقول لك some fans defended him، يعني كان في متابعين حاولوا يدافعوا عنه بالقرف اللي بيعمله ده. انا بجد مش فاهم ازاي. بيقول لك ان هو كانت حاجات مرسومه وهو دي حريته وحريه التعبير بتاعته، يعمل اللي هو عايزه. وبعدها شادمان اخيرا قال انا ندمان على الحاجات عملتها دي كلها واوعدكم انها شيلها. بس بيقول لك however لكن مفيش حاجه لحد دلوقتي اتمسحت، ولحد دلوقتي ما زال بيرسم. وبعدها الكليه بتاعته لجت عنه للبوليس. وبعدها على تامبلر واحد قال له ان هو يرسم طفل على 7 سنين. طبعا كيم ستار زي ما قلت لكم المراسل ده دي بنته، فطبعا عرف الموضوع ده. بس كيم ستار نفس الموضوع، حريه تعبير ما فرقتش معاه، ما عرفش يقول يعني. لحد ما اخيرا 28 اكتوبر 2021 البوليس اخيرا قبض عليه. كان بيحاول يعمل حاجه مش هقولها مع طفل ومعاه مسدس. بس واضح. فلو انتوا فهمتوا الرسم اللي بحاول ارسمها دي، اللي هو من الاخر شادمان كائن مقرف ومحتاج يضرب بالنار. ده بيرسم اطفال حقيقيين. فاخيرا البوليس قبض عليه، بس للاسف الرسومات لحد دلوقتي لسه موجوده، لحد دلوقتي ما اتمسحتش. يعني المفروض المسؤولين على الموقع دي يمسحها، بس للاسف ما اتمسحتش ومحدش فاهم ليه. وبعدين كله اكتشف ان كريس كان شكله معجب قوي بالرسومات دي. بيقول لك بوليس فيديو سبينر تو ريلي ثرو ان سم اكسترا اوتيزم اد شات بيس، اللي هو التويتر بتاع شادمان يعني. ودي رسمه مقرفه بس طبعا مش هوريها لكم يعني. ودي فيديو موجود عند مستر بيست. الفيديو ده لسه لحد دلوقتي موجود بس هو مقطوع يعني. الفيديو ده لو انتم شايفين ورا اهو مستر بيست موجود والرسمه موجوده ورا، انتوا شايفينها مستر بيست حتى بيبص عليها اهو. وعلى فكره الفيديو لحد دلوقتي موجود بس هو اتقطع، ممكن تشوفوه بالاركايف وحاجات شبه كده. بس طبعا مش هجيب لكم اللينكات والحاجات دي خالص، ندوروا براحتكم دوروا. انا مش هعمل اي لينك لحاجه مقرفه. بعدها بعد ما موضوع شادمان ده كله اتعرف وموضوع كريس مع العيال الصغير والحاجات دي كلها اتعرفت، كريس قال معلش يا جماعه ما كانش قصدي الموضوع ده كله، انا اسف، اعتذر على الحاجات اللي عملها والكومنتات دي كلها، وعشان كده قررت ان انا ابعد عن مستر بيست خالص، وبعد عن كده اركز على عيلتي. مع انه على فكره لما عمل موضوع مقرف قوي ده ساب عيلته، ساب مراته وابنه بعد ما عمل موضوع التحول الخرا قوي ده. فغريب قوي ان هو بيقول هيهتم بعيلته، يركز مع عيلته. عيلته ايه؟ يطلعها بس. ومسح كل تويتر بتاعه، عشان كده شفت تويتر بتاعه مش لاقي حاجه من الحاجات دي كلها. ازاي عرفنا الحاجات دي كلها؟ في اركايف اللي هو من الاخر يعني مفيش حاجه اتمسح على النت، ما تعرفوش اي حاجه على النت تعرفوا حد عمل سكرين شوت او حد سجلها. الحاجات دي كلها مسجله ممكن تشوفوها بس مش هقول لكم طبعا ازاي. وبعدها قال كريس بيقول ان هو عمره ما اذى اي حد، ولافي جي اس حتى بياكد الموضوع ده. بس هو الحمد لله اضافوا اضافه جديده في تويتر اللي هو السياق، يعني بيقول لك حاجات انت مش عارفها عشان تساعدك تفهم الموضوع. بيقول لك ان لافي جي اس عمره ما اكد الموضوع ده اصلا بينفي الموضوع ده دلوقتي. هو كان بياكده زمان بس دلوقتي بيرفضوا وبيقولوا ان لافي جي اس بجد اذاه، غير ان في ناس كتيره جدا اصلا بتقول ان كريس برضه اذاه.
بس بعيدا عن كده لاف جي اس بنفسه زي ما قلت لكم وقال ان هو في حاجات وحشه حصلت في ديسكورد، فكبدايه كريس عمل مصيبه. بعيدا عن كده في اطفال ثانيه بتقول الموضوع ده، فهو كريس كده كده ضايع يعني. بعدها قال معلش يا جماعه انا ما كنتش قصدي اذي اي حد، معلش اي حاجه حصلت له اي حاجه، انا ما كنتش عارف ازاي اتعامل معاكم اونلاين، وفي ناس بتحاول تقول حاجات انا ما عملتهاش وما صدقوش الحاجات دي كلها يعني، وما ينفعش اغير انا كنت بعمل ايه، فهحاول اصلح من نفسي ومش عايز الحاجات دي خالص تاثر في مستر بيست، عشان كده مش هشتغل خالص مع مستر بيست. الغريب ان هو قال لك بقى في الرساله في دي ايه which is why I have stepped away. هو بيقول لك انا هبتعد عن شركه مستر بيست. بعدها مستر بيست بيقول لك انا عرفت الحاجات دي كلها ومعروف جدا ما اللي حصل. كريس ده حصل من شويه، اتوقع ركزوا جدا في الموضوع ده. مستر بيست قال ده صاحبي من الطفوله، مستحيل اعمل كده، ازاي اسيب صاحبي دلوقتي؟ لا صاحبي ايه، انا معروف جدا منه. بس بيقول لك هشغل محققين عندي يدوروا في الموضوع ده كله يعني، بس هو المشكله ان هو مش شغال محققين عنده. and taken immediate action to remove Ava from the company, my channel and any association with Mr. Beast. بيقول لك ان انا هشيل بنفسي ايفا، مع ان في رساله ايفا بيقول ان انا هبعد عن مستر بيست. ففي واحد منهم بيكذب، يا اما ايفا بيكذب ومستر بيست طرده، يا اما ايفا بجد مشى ومستر بيست بيعمل نفسه جامد يعني وانا طردت ايفا وكل حاجه. واحد منهم بيكذب، الله اعلم مين، ممكن الاثنين بيكذبوا ما حدش يعرف. المهم يعني بعدها ضحك كريس الثانيه نيت وينن. ده واحد ثاني بعدين بيقول ان برضه كريس ضحك عليه اسمه نيسن دبليو، وان هو قال ان هو كان صاحب لافا يعني كان معاه في ديسكورد، وبيقول ان عاده ليه ان لافا كان مسؤول عن بيحصل في ديسكورد واللي حصل وكل المصايب اللي حصل فيه دي. كريس قال له هو ولافا يقعدوا ايام بجد يمسحوا كل الادله اللي ممكن تبقى ضد كريس. طلع كمان كريس واحد ثانيه لينك كل في الديسكربشن اللي بجد قرف من الموضوع ده قوي يعني، بس هو في حكايه طويله في تويتر كل الحاجات دي حصلت بجد قرف قوي يعني. وبعدها جيك ذا فايكنج واحد شغال قديم جدا مع مستر بيست. لو لاحظت الصوره دي كريس تحت اهو، عندك مستر بيست عندك شاندلر وده جيك ذا فايكنج. جيك ذا فايكنج شخصيه مهمه جدا برضه في الحكايه الطويله قوي نحكيها دي. جيك فايكنج بعدها طلع وقال جيمي هو مستر بيست. مستر بيست كان عارف كريس كان بيعمل ايه، مع انه بعدها بيقول انا مش مصدق الحاجات دي حصلت وهطرده، بين كانه كان عارف. على الاقل على قد كلام جيك ذا فايكنج. كده خلصنا اول جزء، شايفين صغيره ازاي؟ نخش على الجزء اللي بعده اللي اسمه دوج باك 404. لو حسبته كريس بجد البعبع بتاع مستر بيست، لا في بعبع اكبر من اسمه دوج باك 404. ده كان واحد شغال على مستر بيست باين كده يعني، كان شغال عنده كام شهر وطلع عشان يفضح مستر بيست، بينما احنا كنا كلنا مركزين مع كندريك ودريك. هو كان حرفيا شغال عشان يفضح مستر بيست، وباين كده الفيديو ده ان هو كان لسه طالع من عند مستر بيست بعد ما اشتغل عنده. فاكر اتفرجت على الفيديو ده وما كانش حد مصدقه، الناس بتحسبه واحد اهبل على تويتر بيقول انا فضحته خلاص، بس لا ده كتير جدا يعني. على فكره الدوج باك 404 ده بجد احترمه جدا، بعيدا ان هو بيعمل حاجه ما فيش اي صحفي عارف يعملها، ان هو يحاول يفضح واحد كويس. في ناس ايوه بيحاولوا يعملوها بس صحفيين، ده مش صحفي وبيعمل شغل احسن من 5000 صحفي تاني. مش بقول صحفيين وحشين، بس بيعمل شغل جامد جدا يعني، هو مش صحفي حتى. والاحسن من كده انه بيعمل كل الحاجات دي ببلاش. لو شفتوا فيديوهاته تلاقيها ما فيش اعلانات تماما، عشان هو مش عايز يحط اعلانات في فيديوهاته، مش عايز يكسب فلوس من الموضوع ده، عايز يحاول يفتح مستر بيست، مش عايز يبان ان هو عايز يكسب فلوس علشان يقوي قضيته يعني. دي حاجه بجد احترامها جدا مني. نزل فيديو بيقول لك I worked for Mr. Beast he's a fraud، انا شغلت مستر بيست مخادع. بعدها نزلت الفيديو بتاعي دوج باك نزل الفيديو بتاعه في 24 يوليو، رفع اول فيديو من سلسلته من فيديوهاته بيوضح فيها ان مستر بيست بيعمل ايه. وغريب انه برضه نزل فيديو على تويتر اللي كله شافه، بس ما حدش شاف فيديو اليوتيوب ساعتها، ولا حد كان سمع عن فيديو اليوتيوب الا بعدها بكتير. يعني فيديو اليوتيوب نزل مع الفيديو تويتر ده، بس باين كده ما حدش سمع عنه تماما. باين كده الفيديو فضل مختفي لفتره طويله جدا تقريبا اسبوعين، لدرجه نفسه هو نفسه اتكلم الموضوع ده يقول انا مش فاهم ازاي. المهم انا هحاول على قد ما اقدر احاول اشرح لكم الموضوع ده، بس ما عرفتش وكانت الفيديو طويل على الفاضي، عشان كده هحاول اختصر لكم الموضوع كله فيديو ده يعني. بقى حته لسه شايفها قريب في شورت ده بيقول لك دومين لاي اباوت ذير هايت اللي هو طولهم. ده بيسال فيه ناس بيوريك فيهم طول كل واحد يعني باختصار. يقول لك لو انت قلت لي طولك بالظبط وقستك بنفس الطول هتديله $10,000. My hand right now. It's yours. I can walk away with this right now. I already gave it to you. Thank you so much. No problem. Take my hand and get it. It's your. بس فهو في كومنت بجد بيأكد نقطة هيتكلم عنها، ان هو me now getting my head checked every day. لو الراجل ده او العيل ده بيحاول
يقول لك ان هو كل يوم هيقيس طولي، بحيث ممكن اقابل مستر بيست في يوم من الايام ويسالني عن طولي ويسالني عن طولي، هقول له طولي كام فيديني 10000 دولار. يعني مستر بيست عمره ما يدي 10000 دولار باين كده يعني من غير ما يكون فيها حته تمثيل. عمره كده اصلا بيكرر نفس الخدعه، بيكرر نفس اللعبه مرتين، فمستحيل يعمل نفس التحدي مره ثانيه. مش فاهم بصراحه عايز يوصل ليه. بس بعيد عن كده بيوريك بجد ازاي في اطفال حرفيا في دماغهم دايما يا مستر بيست هيقابلني محتاج اكون شاطر في حاجه معينه. يعني بجد بعيدا عن التركيز اللي احنا فيه الايام دي، اللي كل واحد بيشغل 5000 على فيديو على جنب، المفروض احط حاليا فيديو صابوي تحت وفيديو مش عارف ايه SMR وواحد بيقطع صابون على جنب، مش عارف محدش عارف يركز خالص. لا في اطفال حاليا مهمتهم في الحياه لو مستر بيست يشتروا حاجته عشان يكسبوا $1,000,000. مش عارف، حاسس ان احنا عايشين في حاله بلاك ميرور لو تعرفوه يعني. مش عارف، حاسس ان مش عايشين في حياه واقعيه بجد. ففي دايما نصيحه الام بتقول اوعى تركب اي عربيه ما تعرفهاش، راح واحد بيقول بس دي عربيه مستر بيست. يعني بجد ممكن عربيه مكتوب عليها مستر بيست، لا يا مستر بيست تعالى معايا واخطف بس. وبعدها بيوريك حاجه مجنونه جدا، اللي هو قد ايه الاطفال بيثقوا مستر بيست. مستر بيست كل شويه بيقول لك اشترك وهديك $100,000، اشترك وادخلك المسابقه الجايه، اشترك وادخلك فين. معنى كل ده طلع في الاخر بيضحك علينا وبيدخل ناس شغالين معاه، مش ناس اصلا اشتركوا في القناه. مفيش اطفال كتير جدا اشتركت بجد ودخل. لو بجد تحس ان الموضوع كله بالفلوس، كاننا اكتر عايشين في ذا بويز ومستر بيست هو فان. فبيوريك برضو ان هو عندهم مصطلح حاجه اسمها نو داز نوت مين نو، اللي هو لا بص هنعمل اللي احنا عايزينه ومش مفارقش معاك واحد يقول لك لا ولا ما قالكش لا. باين كده ان هو بيدي لكل الشغالين عند مستر بيست بيقراوا، محتاجين يقراوا الكتيب ده. الكتيب ده بيقول لك لو انت عايزين بس نصور في مطعم ولا نصور في اي حته، واحد قال لك لا، اعرف لا مش معناها اي حاجه. بيقول لك no you can't film me here that literally doesn't mean shit. اللي هو حرفيا ما فيش حاجه اسمها كده هصور يعني هصور. اعرف انت قلت له انا شغال، انت شغال عند مستر بيست، ممكن يقتنع. لو مش شغال شوف عيل صغير وقول له تعرف مستر بيست، يقول لك اعرف مستر بيست. من الاخر بيحاول يضحكوا على الناس ويقنعوهم لا ده مستر بيست واحد كبير جدا، فده هيسد فرصتك. وفي فيديو بتاع روزانا بنسينو انصحكم تتفرجوا عليه يعني، بيقول لك برده بتراجع هي في الدوكيمنت الكتيب ده كله، انصحكم تتفرجوا عليه كله. بيقول لك من الاخر يعني فيديو روزانا بنسينو هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، بتعمل الفيديو بتاعها بتحاول تتكلم عن الكتيب وتقعد تضحك عليها في فيديو مستر بيست بتاع $1,000,000. فهي حاليا شغاله بتحاول تضحك باي طريقه ممكنه. لقيت الكتيب على النت عشان في واحد كان شغال برضه على مستر بيست طلع الكتيب ده للناس للعامه يعني، فكله بقى عارف يقراه. بيقولوا في دايما لو انت غلطان قول لي ان انت غلطان، بحيث ان نحاول ننقذ نفسنا من الغلطه اللي انت عملتها يعني، ودايما اعتذر. يعني مستر بيست نفسه ما عذرش خالص يعني زي ما هي بتقول الفيديو. وبتقول لك برضه ارجوكم اشتغلوا طول اليوم من الصبح لليل، عشان مش قبل كام يوم من احنا نصور تقول لا في حاجه متاخره. لا اشتغل بزياده، اشتغل فوق ساعات العمل وما تخلص اللي وراك. فده المفروض يديلهم وقت يعني. ده مستر بيست ده مليونير، انا مش فاهم بصراحه هو ليه ما يديلهمش كمان فلوس وهيشتغلوا اكتر او يشغل ناس اكتر عنده، مش محتاج يشغل 5 بس ويعذبوهم. وارجوكم بيقول لك برضه ارجوكم ما تعملش اي حاجه تخلينا شكلنا مقرف. PR برسبكتيف العلاقات العامه من الاخر يعني، ان هو ما يكونش شكلنا وحش للعامه. بيقول برضه في الكتاب بتاعه ان انت شغال حاليا في اكتر شركه مهمه، طول ما انت بتقرا الكتيب ده فارجوك اهتم جدا بشغلك. معناه برضه طول الفيديو هم حرفيا مستر بيست بيديش اجازات ولو حتى في الكريسماس. وده دخلنا على الجزء اللي بعده من الفيديو بتاعي، التزوير. الدليل اللي بعده ان مستر بيست عمره ما كان بيمثل او بيزور اي فيديو. مع كده في ادله كتيره جدا بيقول لك فيها انه اما عمل شغل كمبيوتر او شغل CGI او ده حرفيا كله تمثيل. فهو بعيدا زي ما قلت لكم في حاجات كتير جدا هو بيقول من نفسه لا ده مش تمثيل. في حته مثلا شبه الراكون ده يعني، بعيدا ان هو ماشي الحاجات دي ماشي ممكن تكون حقيقيه، رغم بجد حاجات والحاجات دي مش كمبيوتر ولا حاجه. مستحيل بجد يقربوا من راكون. الراكون ده على فكره يعني حيوان مش مفترس، ده مرعب، عامل شبه العراسه بتاعتنا في مصر بس حاجه اكبر كده شويه، اكبر من القطه واصغر من الكلب شويه، وبيبهدل اي حد بيشوف. لا ده راكون متدرب وبيعذبوه حاليا ان هم بيلعبوا معاه وبيرموه حاجات شبه كده. الجزيره دي مش $1 بجد. وبعيد عن كل شغل الكمبيوتر مفيش بجد ناس هنا اهو بيقول لك ان في ناس، معنى كان هم كانوش قاعدين بجد في نص البحر. فعلا في ناس بتقول مفيش ادله، في 3 ادله في الفيديو ده بس لوحده يعني، ان هو مفيش ناس موجودين اهو، في واحد بس حاليا، مفيش 5
وان هو اصلا مفيش اي حد ما المفروض انه يكون في 5. البان كده برضه بيخلي ناس معينه تكسب، ناس معينه تخسر. في فيديو 100 ولد ضد 100 بنت، الفيديو ده في واحده استسلمت، البنت دي البان كان هي اصلا شغاله على مستر بيست، هو لو انتم شايفين ان هو مستر بيست، وفي واحده برضه شغاله على مستر بيست، دي اصلا حبيبه مستر بيست الموجوده في الفيديو. كل حرفيا الموجود في فيديوهاته لازم يكونوا عارفين مستر بيست او شغالين على مستر بيست. فازاي تقولوا ان ده مش مهم؟ لا، دي مهمه جدا. ما ينفعش يضحك على الناس زي ما قلنا في المسلسل، ما ينفعش حتى يزود سنتي زياده او يقلل سنتي زياده في اي ربط، ده يتقال عليه غش. وده بيديله $10، ده اصلا واحد برضه شغال على مستر بيست، هيد اوف ايديتنج مستر بيست، ده اصلا المنتج بتاعه بيديله $10. ايه ده؟ مش هو ده الفيديو اللي هتكلم عنه بعد شويه؟ وده فيديو المفروض تجيبوا فيه ناس عشان يعملوا 100 ولد و100 بنت. ارجوكم تعالوا عشان نعمل المسابقه دي، وابعتوا لاصحابكم وعائلاتكم. لو واحد ما يعرفش مستر بيست لازم يكون له علاقه بمستر بيست، مثلا اخوه شغال مستر بيست، مثلا ابوه الاديتور بتاع مستر بيست، ما اعرفش مين المخرج بتاع مستر بيست. فعرفوني مين هيقدم، ما كانوا عارفين كل اللي بيقدموا قبل ما يقدموا، وعارفين تفاصيلهم بالكامل، عارفين منهم كل حاجه، ومع كده بيجيبوا ساعات ناس عاملين مصايب، ناس يوتيوبرز بتقولوا لا ازاي يوتيوبر دخل عندنا، دي حاجه غريبه جدا، ازاي دي؟ انها مصادفه غريبه جدا. برا برضه الفيديو بتاع توك باك بيقول لك ان المصورين بتوع مستر بيست كانوا البنات اللي كانوا موجودين بيقولوا لهم يعملوا حاجات معينه بحيث ان هم يكسبوا فلوس. لازم يكون واحد يوتيوبر مشهور، يوتيوبر ما اعرفش ايه، بيقول لك ابديت وركينج وذ مستر بيست، الابديت الشغل اللي بعمله مع مستر بيست. وده برضه شاركنا في الجمعيات الخيريه اللي كان بيعملها مستر بيست، اللي هي ممكن تكون مفبركه زي ما الفيديو ده توك باك. الفيديو مثلا بتاع العمى ده اللي هو هيعالج 1000 واحد اللي عمى، فكره مش هيعالجهم، مش شايفين كويس، في حبه ضباب كده في عينيهم مش شايفين كويس قوي، فاهمين؟ مش يعني حتى النضاره ما بتعالجش الموضوع ده، الموضوع ده محتاج عمليه مش غاليه قوي، رخيصه، بس هم محتاجين يعملوها يعني. فهو يدفع عنهم كلهم حاجه كويسه وكل حاجه، بس باين كده ان هم كلهم على قد كلام توك باك يعني. كده كده اصلا كانوا يعملوا له عمليه، كده كانوا رايحين المستشفى وكانوا يعملوها بسعر رخيص، حرفيا في خصم اصلا الموضوع، هو بيدفع خصم وبيقول لك لا انا ايوه بعمل الحاجات دي عشان اعالجكم، واحد بيقول لا معيش فلوس عشان بس ادفع له مثلا $50 ولا حاجه شبه كده، مش حاجه صعبه، سواء يعني هدفع لك $50 مجرد ان اقول ماشي ايوه انا معيش فلوس خالص وانا فقير، ما حدش يقول لا يعني. في واحد بيقول لك انا مش عارف كمان الفيديو بيقول لك بحاول اعالج العمى، مش بيعالج العمى، هو بيعالج حبه ضباب في العين، مش عارف، موضوع غريب شويه. والاوحش من ده كله ان هو بيكسب موضوع فلوس، تحسب مثلا بيدي مثلا واحد منهم مثلا $10,000 عشان يعالج العمى او حاجات شبه كده، او مثلا الراجل ده مثلا بيقول له كسبت $10,000، هو مثلا لما كان له مثلا $10 هو مش هياخدهم تاني اضعاف مضاعفه، هو يكسب من الفيديو ده على الاقل $1 مليون. الفيديو واخد 186 مليون مشاهده باعلاناته بس، يعني بعيدنا عن المشاهدات اللي هي لوحدها ممكن تكسبه ما اعرفش $20,000 $50,000، بالاعلانات كلها ممكن فوق كده بكتير. في برضو الولد ده اللي هو ماك، ده كان عامل لي سلسله ان هو محتاج يخش مسابقات، كل شويه عمال يخسر، ما باين كده كان بيمثل من ساعتها يعني. كان في مسابقه اخر واحد يطلع من الدايره دي يكسب $500,000، فهو واحد طلع بقصد كمان. طلع ليه؟ First, I still have a prize for you. Just wait here. باين كان اول واحد هيطلع من الدايره هيكسب عربيه. وات ذا فك، لا هو كان متفق معاه هيديله عربيه، وكان متفق معاه هديك عربيه لما تطلع بره المسابقه اول واحد، فاهمين؟ اللي هو مش عارف حاجه، اللي هو عشان يبين للناس ان هو ادى عربيه لحد دخل واحد من صبعه مسابقه صعبه جدا على فكره. المسابقه دي عشان تدخلها كان المفروض تشتري تيشيرت، والتيشيرتات دي جواها تذكره، بس من 100 تذكره بس تقريبا 1,000,000 تيشيرت، صعب جدا تدخلها. فهو دخل صاحبه عشان يطلع اول واحد عشان يديله عربيه. لو طلعت تكسب $500,000، انا مش فاهم، العربيه تقريبا تساوي $500,000 ليه ممكن يستنى؟ طب كده انا مش فاهم اي حاجه. بعيد عن كده بيقول لك اصلا ان ماك ده اصلا عنده قصر، بعيد عن كل ده مش فقير ولا حاجه، مش محتاج عربيه، مش محتاج اي حاجه، عنده قصر وفي سينما وفي حاجه، في صاله كبيره جدا وعنده كل حاجه. في ناس كانوا دايما بيكسبوه برده ما عرفوش يكسبوه، عشان مثلا الناس دول كانوا عايزين مثلا يطلبوا في حته معينه من الفيديو تيشيرت، وقال اللي هيطلب دلوقتي خلال 5 دقايق دول لازم يكسب، وطلبوا ما كسبوش اي حاجه. الموضوع بصراحه بيزعل قوي يعني، بس للاسف ما عرفتش اقلله حته في الفيديو عشان اتكلم عنها. وفي ناس بيقولوا ان هم كسبوا بجد، واحد بيقول كسب بلايستيشن 4، واحد بيقول انا كسبت حاجه وما سلمش لحد دلوقتي جايزتي، والناس حتى جايبين لك لينكات لحاجات حقيقيه ممكن تشوفها، ممكن تتاكد بنفسك. في واحد حتى بيقول ان هو كسب من مستر بيست، وكل يوم عمال يبعت تويته بيقول لهم الموضوع ده. في حتى لو شايفين اهو في من 416 يوم قبل كده، ودلوقتي من 2023 883 يوم قبل كده، دلوقتي هتلاقوا 2024 بقى عدى اكتر من 1000 يوم، لحد دلوقتي برده ما استلمش جايزته من مستر
بيست. ثانية اربط عندك. فاكرين لما كان القناة دي قناة أفلام؟ طلع فيديو جاي هتكلم عن ذا بلايند سايد. ده فكرة حلوة هحاول أعملها فيديو. المهم نركز على الليجيشنز اللي معانا حاليا. يا نصيب مستر بيست باين كده، يا نصيب مستر بيست كلها كانت غير قانونية. ازاي؟ بصوا في حاجه اسمها سويب ستيك ولوتري. للاسف ترجمتهم هما الاثنين قرعه اللي بنعملها عارفينها في العيد دي، اللي هو او حتى في العمره ان انت بتخش قرعه وفي الاخر بتديك عمره، او ممكن تكون الناس بتعملها بس بيديك في الاخر ايه؟ خروف. لما الدوله بتعملها مفيش مشكله خالص، ليه؟ عشان الدوله هي اللي هتخسر هي اللي تكسب، ما فرقتش قوي، فهي دايما قانونيه لو الدوله عملتها، غير الدوله مش هتقبض على نفسها يعني، ده في كل بلدان العالم. لكن لما الانسان بيعملها بيبقى فيها مشاكل شويه. عشان يعرف انسان يعملها لازم تكون ببلاش بلا استثناء، اي جزء منها يكون ببلاش. باختصار في القرعه اللي عندنا في العيد بتاخد ورقه، لو كسبت بتكسب خروف العيد. افرض انت دلوقتي معاك 1000 جنيه تمام، وعايز تكسب بيها فلوس، مدخلها مشروع ولا اي حاجه، ممكن تجيب 2000 ورقه مثلا. 2000 ورقه دول مكتوب عليهم ارقام من 1 ل 2000. باختصار لو قلت لكل واحد عندك فرصه من 1 على 2000 تكسب 1000 جنيه دي، اسحب ورقه، والورقه بجنيه. كل ما واحد هيسحب هتاخد منه جنيه، طبعا مش هياخدها من اول مره، هياخدها مثلا ما اعرفش 1375 مثلا. واحد هيطلع بالورقه الكسبانه هياخد ايه؟ هياخد منك 1000 جنيه في الاخر. انت ساعتها كنت كسبت كام؟ 1375. فبالتالي انت عملت قرعه بفلوس. دي اسمها لوتري مش سويب ستيك. اللوتري دي المشكله، اللوتري لازم الدوله تعملها، عشان باختصار انت لو عملتها هيخليهم يدفعوا فلوس، لما خليهم يدفعوا فلوس تكونش قانونيه. لو كلها ببلاش مفيش مشكله. فهو باختصار مستر بيست بلاش خالص ان هو عامل سويب ستيك، هو بيعمل سويب ستيك خلي بالكوا، بس هي معقده جدا ومش بيقول كده خالص، غير ان هو لما بيقولها بطريقه معقده واطفال مش هيفهموها، غير ان هو بيقول الاطفال اشتروا عندكم فرصه، فكده كده اصلا مفيش موضوع معقد بالاخر يعني عشان تخليها قانونيه. لو عايزها قانونيه خليها ببلاش 100%، حتى توصيل ببلاش، كل حاجه ببلاش. كان مستر بيست من ساعتها كان بيعمل حاجه شبه كده بفلوس. فبعيدا عن كل ده لو انتوا ما فهمتوش باختصار يعني، مستر بيست كان بيعمل بث مباشر على اليوتيوب بالتيشيرتات، عليه توقيع وجوائز كمان لو اشتريت تيشيرتات، وعربيات وشيكات بملايين الدولارات. الفيديو ده كان على اليوتيوب بس اتمسح يعني، وكان على الفيسبوك بس برضه اتمسح. كان دوك باك حاول يشوف فيه كم حاجه غير قانونيه، عد فيها 46 illegal lottery. Minutes, we're gonna do the same thing again. We're gonna put $1,000 in a random order. كان هو برضه كل شويه بيقول كده، كان بيقول بعد 5 دقايق هنحط واحد من الاوردرات بتاعت التيشيرتات دي تذكره او فلوس او اي حاجه عشان فيديو قدام، عشان تاخد فلوس، عشان تاخد عربيه، عشان تاخد اي حاجه، وبعدها على طول. Yeah. So, all right. So the newest order in 30 seconds, we are going to put $1,000 in your package. كده بيقول بعدها على طول بعد 30 ثانيه دلوقتي بقى هتكسب البتاع، بعد ما عدى 7 دقايق مش 5 دقايق ولا حاجه. فانهي واحده؟ فالمشكله ان هو في 5 دقايق دول بقى اللي بيحصل لازم تشتري كتير جدا تيشيرتات عشان تكسب جايزه. فهو اللي بيحصل ان هو بعدها يقول لا ده غيرت رايي، لا الاوردر ده اعلن الاوردر ده هيكسب، بس هو كده غير رايه. الناس اشترت دي اتضحك عليها، فاهمين؟ هي دي الحته ان هي غير قانونيه يعني، غير زي ما قلت لكم الموضوع اصلا كله غير قانوني. وبالنسبه لنصيب صح، كان هو مستر بيست عمل حاجه اسمها I will bet whatever you want on the moon for $10. كان باختصار يعني بتتبرع ب $10 او بتديله $10. ال $10 دول برضو معاك الصوره بتاعتك، لو اديتها لمستر بيست المفروض يوزع صاروخ القمر ويسيبوا صور هناك. هي بصراحه فكره حلوه بصراحه، لو كان معايا $10 كان زمان جربت اعمل الموضوع ده. هو عمل اللايف ستريم ده كله، فضل يقول للناس يلا يا جماعه ادفعوا، وجمع فلوس كتير جدا. بعد 3 سنين الصاروخ طار واتفجر، وبرضه ما رجعش الفلوس للناس ليهم. 3 years later, the spaceship finally launched, carrying beautiful pictures of deceased loved ones to the moon, where they would be immortalized. بس هي فجرت، فهو المفروض يرجع فلوس للناس ليهم، منطقي يعني. البنك كانه ما رجعش اي حاجه، مع انه المفروض يكون كريم وغني جدا بيدي فلوس للناس. ولما قابل حد في الشارع بيديله $10، وكان في فيديو اتفرجت عليه كان تقريبا شغال عنده بينظف، قال له لو حط اي حاجه في الدايره دي تكسبها، المفروض يكون كريم يعني طبيعي، بس البنك ما رجعش اي حد فلوسه. بس ده بفكرني بصراحه بالبرجر بتاعه، اللي هو لو كريم قوي فعمله المفروض يرد. كل ده كان شكله حلو، اتمنى يعني لو انتوا بتقرفوا جدا قدموا كمان 10 ثواني عشان محتاج يقدموا كريم. المفروض يكون برجر بتاعه دي نيه وات ذا فاك باي. ده المفروض يكون المطعم بتاعه اسمه بيست برجر. بالنسبه للاكل، تعرفوا شوكولاته مستر بيست؟ البان كان عمل حاجه اسمها فيستيفالز، مش باين بصراحه كنت عارف، بس بحاول اعمل نفسي جامد. المهم عمل حاجه اسمها فيستيفالز، الشوكولاته بتاعت مستر بيست يعني. باختصار كان هو بيقول Or just walking to the chocolate aisle and instead of buying Hershey's, buying Feastables. Like, people who never would have bought chocolate in Walmart are walking to the chocolate aisle specifically to buy Feastables. You're creating a new market. Exactly. Yeah. I'm bringing new customers to the aisle. حتى الكومنت ده بيقول I'm bringing none of these people to the chocolate aisle with a hero. انا بحاول اخلي الناس اللي مش تخينه تبقى تخينه.
سمنه حاجه كبيره جدا في امريكا محتاجين نصلحها. ومع كده لو انت شفت مستر بيست بوكس ده في المطعم بتاعه بتاع البرجرز ده، عندك وجبه ب 2150 كالوري، مع ان المفروض الاطفال يعني على الاقل ياكلوا ده لو 4 8 سنين 1000 كالوري بس نصهم، واكتر من كده شويه 11 سنه لحد 13 سنه 9 13 من الاخر يعني هو بيقدم 2000 كالوري، حرفيا ضعف اللي المفروض اصلا طفل ياكله بيديه الاطفال. باختصار يعني هو عايزك دايما تشتري الشوكولاته بتاعته، اصلا مشكله كبيره جدا يعني. ومع كده هو عمال يبيع الشوكولاته ومش صحيه تماما، وعمل 5000 فيديو بيقول لك اشتري شوكولاته، بيقول لك اشتري شوكولاته وتكسبك 10 دولار، اشتري شوكولاته وتاخد فلوس لا نهائيه، اشتري شوكولاته تكسب عربيه. بعد كده كمان هو كان عايز الاطفال يرتبوا الشوكولاته بتاعته، باختصار يعني كان عايز يقول لو انت رتبت الشوكولاته بتاعتي وصورت نفسك وانت بترتبها عندك فرصه تكسب 5000 دولار. وكمان لو الشوكولاته مش موجوده تعمل ايه؟ سهله جدا، روح عند المدير وقول له ازاي ما احط الشوكولاته بتاعتك، ارجع للمخزن هتلاقي الشوكولاته بتاعتك، حطها يلا عشان نصور وعندك فرصه هكسب 5000 دولار وات طبعا بقى بعد الفيديوهين دول دوك باك مات بصراحه، لا دليل ان هو عامل فيديو تالت، بس هو بعيد عن كده يعني المحامين بتوع مستر بيست بعتوا دوك باك اكتر من 5000 تحذير، قال له خلي بالك. وده على فكره محامين قوي جدا، وفي كام في فتره كان مستر بيست كمان كان شغال المحامين بتوع هارفي واينستين، المهم محامين قويه جدا ضد دوك باك حرفيا ديفيد فورس جولايث لو تعرفوهم. المهم زي ما قلت لكم دوك باك مات مش حرفيا، بس هو باختصار كل حاجه بقت ضده حرفيا، الدنيا كلها بقت ضده. في ناس ايوه معاه وهنتكلم الموضوع ده بعد شويه، بس هو باختصار بيقول لك ان هو الرقم بتاعك اتسرب، وفي ناس بتقول لي خلي بالك لو في ناس حاليا بتدور وراك، ومستر بيست شغال ناس كبيره جدا ومحققين بيدوروا وراك على حاجه، وتقريبا الشغلانه دلوقتي ان هم هيحاولوا يعملوك انه كان بيشرب مخدرات وكلام بيقولوا مش حقيقي، ويعني حاجه غريبه ان هم بيجروا وراه عشان فيديو. اغرب حاجه كانت لفتره طويله جدا لما الفيديو الاولاني بتاعه نزل، ان هو قال باختصار ان هو بيطلب كومنتات كتير جدا ان الفيديو ما ظهرش لحد، وبصراحه بالنسبه لي انا ظهر لي بعد يومين بعد ما هو نزل. في ناس كان عشان يشوفوه كانوا يشوفوا اللينك وحاجات شبه كده، انا اظن ان هو كان لمده يومين وبعدها بدا يتشهر اكتر واخيرا الناس بقت تسمعه. بس هو غريب ان اليوتيوب حرفيا ما كانش مخلي حد يتفرج عليه، شفت حتى الفيديو ان هو واخد 200000 مشاهده وكان 3/4 يعني 36000 سجستد، اظن انا واحد منهم. الباقي كل ما ادور عليه يا اما من لينك يا اما حاجات ما نعرفهاش يا اما بالسيرش يا اما بلاي ليست. بس غريبه جدا ان اكتر حاجه اكسترنال اللي هو حرفيا واحد تاني لينك عشان تتفرج عليه، فحاجه غريبه جدا ازاي اليوتيوب كان بيخبي لي فيديو، مش عارف حاجه مريبه شويه. المهم ان هو دوك باك نزل فيديو مهم جدا هنتكلم عنه بالتفاصيل. باختصار مستر بيست كان مشغل واحد عنده اسمه جاك ويدل، جاك ويدل ده كان ظهر في اكتر من فيديو، واتكلم في اخر فيديو دوك باك بعد ما شاف ان في اخيرا تعاطف ضد ضحيات مستر بيست. طبعا اسمه مش جاك ويدل بس هو في واحد تاني اسمه جيك ذا فايكنج. بص دي ويدل من الاخر عشان اعرف فرق بين الاثنين، عشان جيك ذا فايكنج شخصيه مهمه قوي في الموضوع ده تفهموا بعدين ليه. المهم ان هو كان مع مستر بيست من 2019 لحد 2020 وبعدها مشى رجع تاني عشان يصور فيديو واحد بس قبل ما يسيب بقى شركه مستر بيست تماما. قال برضو فيديو دوك باك ان بيئه العمل اللي عند مستر بيست سيئه جدا، بحيث ان مستر بيست كان بيطلب حاجات ولما كان حد بيوافق وبيسمع كلامه كان بيتكافئ جدا، واللي ما كانش بيسمع كلامه ما كانش بيظهر فيديوهاته وما كانش بيقبض كويس خالص يعني. ويدل برضو بيقول ان هو كان عايزين يعملوا فيه مقلب ان هم يرموا صخره على العربيه ويصوروا الرياكشن بتاعه، وقالوا بسرعه يعني عندهم 5 ثواني كلم امك كده بسرعه قبل ما نصور الحته دي عشان امك تتفاجئ. قلت لها بسرعه ان هي تتفاجئ فصورها، فكلمها ماما دلوقتي محتاج تتفاجئ كل حاجه، بس هي كانت في اجتماع فما ركزتش معاها خالص. وعندما كلمت تاني قالت له نعم بتقول ايه؟ المهم ان هم بعد ما كسروا له العربيه ادوا له 10000 دولار بس عشان يشتري عربيه، فلما اشترى شاحنه ورجع بيها ده الميكروباص بتاعنا يعني من الاخر. سالوه انت ليه ما اشتريتش حاجه جامده يعني؟ قالوا له تقريبا اصلا ما بطش منكم 10000 دولار عمرها ما تجيب عربيه جامده بتتكلموا عنها دي. المهم ان هو كان اتكلم حته حزينه جدا يعني في الفيديو. المهم ان هو كان في راجل اسمر هناك كان اقدم منه بكتير وكان مخلف وكان الوحيد تقريبا كان بيتكلم مع ويدل خالص يعني، والباين كده ان هو ويدل كان اتكلم معاه واتفق معاه ان هم يحاولوا ياخدوا ترقيه لويدل عشان ويدل كان يستحق ترقيه بس ما حدش كان راضي، هو راجل اسمر بس الوحيد اللي كان بيدعمه. فاخيرا ويدل اخذ ترقيه. بعدها بشويه ويدل اكتشف ان الراجل الاسمر اترفد من الشركه، ففضل يعيط يعني في الفيديو بيقول ان هو ما كانش نفسي كده خالص يعني الترقيه كانت تولع، بس المهم ان هو ما اترفدش عنده عيل. المهم ان هو اتكلم ازاي تقريبا في عنصريه هناك يعني حتى ضد السمر ما تعرفش ازاي. اتكلم برضه زي مستر بيست بيحسب انه ما يدفع تبرعات ويعمل جمعيات خيريه فكده يبقى انسان احسن، بس هو بيقول ازاي تبقى انسان احسن لو انت بتصورهم، لما بتصورهم بتاخد اضعاف الفلوس اللي بتدفعها لهم تديها لهم يعني تتبرع بيها، كده بيصور عشان يكسب فلوس، هو كده مش انسان كويس خالص يعني. فاكر كان في فيديو مش عارف الاقيه، انا عارف فيديو تلاقيه مسح خالص، ممكن الاقي لكم
منه صوره ان هو كان واحد بيحاول يتبرع بالاكل للناس عشان يصور فيديو، كان عادي عشان كله عشان يصور فيديو ويجمع الضعف اللي هو بيتبرع بيه. فكان عم بدي في اكل الناس شايفين ان هو طيب، وما كان بيزعلوهم بيقولوا ابعدوا هو سهل وبيزعق فيهم جامد جدا وهيتعارك معاهم. Can you guys look at what you're doing to me? Can you guys back out? انا مش فاهم بصراحه، مش لازم تبقى كويس تبقاش كويس يا عم، ما ده مش هيبقى لك كويس برضه. مستر بيس بيحاول يعمل الموضوع ده جدا يعني. وهنا في الفيديو بيحكي بقى عن تجربته وبيصور مع مستر بيس لاخر مره. وهنا بيقول ان الفيديو ده اللي هو 10,000 every day you survive prison، من الاخر يعني واحد هيقعد 30 يوم على مستر بيس وكل يوم بيقبض $10,000. الموضوع المفروض يكون سهل، بس هو بيقول ان هو كان عذاب بالنسبه له. ليه بقى؟ عشان اصلا دي النسخه الثانيه من الفيديو، كان في نسخه اولانيه كان هو الراجل فيها، ما كانش الراجل ده. ولحد نفس الاوضه لو انتوا شفتوا نفس الاوضه حرفيا اهي، كانت مبهدله لما كان وودل فيها، ما تعرفش ليه، وهي كانت طلعت ده عشان قعد هناك كام يوم. المهم ان هم كلموه بعد ما وودل ساب الشركه وقبل ما يرجع تاني، كلموه وقال له تعالى عندنا فكره جامده جدا، كل يوم هتقبض $10,000 واخرك 30 يوم. في اخر 30 يوم هتقبض $300,000، وكمان اصلا تعتبر راحه، هيبقى عندك سرير كبير، هيبقى عندك جيم، هيبقى عندك بلياردو، الات موسيقيه، وفي جاكوزي، وفي آلة جيلاتي، وفي اكل كتير. ما تقلقش، الموضوع هيبقى راحه، تقريبا هتبقى اجازه بتاعتك. في الاخر كمان هتقبض محترم، مفيش مشكله خالص يعني. هو اقتنع وقال ماشي مفيش مشكله. لما راح بقى طلع ان هو ضحك عليه تماما، عشان بيقول لك ان هو لما راح هناك ما كانش فيه خالص فلتر للجاكوزي. لو ما تعرفوش حمامات السباحه حتى حوض السمك محتاج فلتر، لو ما فيهوش فلتر بيتوسخ وبيبقى شكله وحش، ما حدش بينزله غير ان هو ريحته تبقى وحشه، وفي مشاكل كتير جدا يعني، طحالب وحاجات شبه كده. فهو الجاكوزي ما كانش فيه فلتر خالص. جابوا لما كانت الجيلاتي كان دايما فيها مشاكل، يا اما شغاله صوت عالي جدا، يا اما مطفيه وريحه الجيلاتي بايظ، فمفيش فايده خالص ان هو يفضل قاعد هناك. وان هو ما عرفش يستحمل وخلاص في اليوم تقريبا ال11 او حاجه شبه كده، كمان هو كان عايز يمشي. مستر بيست جه اخيرا، ما شافوش من فتره طويله، ما كانش اصلا مهتم بيه، ناس ثانيه كانت بتصور الفيديو بتاعه. المهم ان هو جه عند ويدل وقال له محتاج تجري الماراثون بتاعهم. المهم ان هو قال له محتاج تجري 22 كيلو ونص، وقال له هو متعذب حرفيا. البان كان هو كان بيعذب ويدل، شارب ما اعرفش ازاي، كانش راضي خالص يطفي النور تماما. المهم ان هو قال له محتاج يجري، ولقى الضغط عليه كتير، مكان تصوير موجود وجابوا له مكنه جري وجابوا كل حاجه، ومع كده مش هيصور، فقال خلاص ماشي هبقى جدع وهصور معاكم. المهم ان هو ما عرفش يستحمل، واخيرا جرى 22 كيلو، ولما جرى قال خلاص مش عارف استحمل، بطلوا مسابقه محتاج امشي. المهم بان كان هو كان بيعمل جريمه ضد اتفاقيه جنيف، بان كان هو ما ينفعش حتى ضد الارهابيين تفضل مشغل النور عليهم 24 ساعه، بان كده محتاج تطفيه فترات معينه. فهو كان فاتح النور عليه كتير جدا، وهو مستغرب طب هو فيديو مستر بيست مو فبركه ليه الفيديو بتاعهم بالذات محتاجين ما تطفوش النور؟ فضل اكتر من مره ليه يا جماعه ما تطفوش النور؟ قالوا لا عشان مش هتظبط نومك وحاجات شبه كده. هو اصلا مستغرب وكده كده مش عارف يظبط نومه عشان النور والع 24 ساعه، مش راضيين يطفوا عليه النور تماما. وده ضد زي ما قلنا اتفاقيه جنيف. بقى الفيديو ما كانش 30 يوم تحت الارض، باين كده 30 يوم ضد اتفاقيه جنيف. هو برضه كان بيحكي ازاي وودل اصلا كان ابوه في جريمه عشان قضيه. برضه مستر بيست كان بيقلس عليه وكان بيقول له يلا خش سجن شبه ابوك، وبيقول صحابي عادي بس مستر بيست بالذات ما قلسش عليا كده، ليه مستر بيست قلس عليا؟ كان مضايق منه يعني. وبس وده المفروض يكون حصل لحد دلوقتي يعني في الفيديو اللي فات قبل ما اخلص الفيديو واعمله واحطه لكم. بس باين كده في ابديت جديد. باين كان هو وودل عمل فيديو وقال فيه ان هو مستر بيست كلمه وقال له انا زعلان جدا على اللي حصل ومعلش وكل حاجه، وخد ال 190 الباقيين. باين كانه ما قعدش ال 30 يوم، باين كانه قعد 11 يوم بس، وبعدين عمل موضوع الماراثون فاخد 110,000 بس. فقال له خد 190,000 الباقيين اهو وما تقلقش على اي حاجه وانا ده تحس حرفيا مستر بيست بيعترف انا عملت جريمه، خد فلوس واسكت. مش فاهم، لا حرفيا اعترف. لو مش ملاحظين انا بضحك كل شويه عشان انا مش مصدق ازاي في ناس ما بتفهمش خالص كده. يعني لما تعمل جريمه المفروض تستر على نفسك شويه، لا هو حرفيا بيفضح نفسه. المهم ان هو جيك كان تقريبا محتاج فلوس او حاجه شبه كده، فاخد 100,000 بس منهم وساب له الباقي، وقال له مش عارف 90,000 كرامه يعني او حاجه شبه كده. او بصوا هو يعمل اللي هو عايزه، هو كده كده هو حرفيا ضحيه. الضحيه ما ينفعش نقول له انت غلطان ولا مش غلطان، طول ما هو ضحيه. بس مش عارف شكلها غريبه شويه، كان المفروض ما يقبلش الفلوس برايي خاص، بس هو يعمل اللي هو عايزه برضه. هذا الضحيه عمري ما افهم هو مر بايه لو بجد اتعذب
والكلام ده كله حقيقي يعني. فبجد انا مش فاهم هو مين بجد اصلا شغال في قناه مستر بيست، مين اصلا صاحب قناه مستر بيست. اللي عايز افهمه عشان دوك باك كان نزل فيديو، المفروض لحد دلوقتي اوقف واقول لكم النهايه، بس باين كده انا هضيف حته زياده عشان الابديت زي ما قلت لكم. باختصار دوك باك نزل فيديو جديد. المهم يعني بيقول لك ان هو جيمس وارن اللي هو ابن عم مستر بيست هو اصلا ماسك قناه مستر بيست، مش مستر بيست نفسه. ممكن هما الاثنين شغالين وماسكين القناه وكل حاجه، بس باين كده ان هو اصلا المدير التنفيذي اللي هو السي اي او. باين كده ان هو اصلا ابن عم مستر بيست وهو اصلا ماسك القناه من ساعتها، مش مستر بيست ولا حاجه. بيقول لك ان اسمه جيمس وارن زي ما قلت، اللي هو متهم بالعنف المنزلي وادمان المخدرات. باين كده في الصوره دي ان هو ضرب حبيبته، عنده قضايا، وانه بيقدم كوكايين وحاجات ناس للمنتجين بتوعه عشان يسهروا ويعرفوا يخلصوا الفيديوهات بتاعتهم، وكان مخطط يعمل سلسله بونزي او بونزي سكيم، مش عارف ترجمها لكم قوي، احط لكم صوره ويكيبيديا هنا كام ثانيه عشان تفهموا الموضوع ده. باختصار يعني هو بيدي فلوس لواحد وبيقول له هردها لك الضعف، لحد ما في الاخر يجي بقى 1 مليار دولار ولا حاجه، متوقع نفس الموضوع هيديله الضعف، وانا مش عارف يديله عشان في واحد اغلى منه اداله فلوسه، فبيطلع يجيب فلوس. دي بونز سكيم باختصار يعني. باين كده كان شغال بيعمل بونز سكيمز على الناس، والباين كده هو بعد الفيديو بتاع دوك باك الاولاني مسح كل الحاجات بتاعته، مسح انستجرام، مسح الفيسبوك بتاعه. وبرده في الفيديو الاخير قال برده ان مدير العمليات اللي كان شغال على مستر بيست لوكويا هيل، المهم ان ده لوكويا هيل باين كده مدير العمليات كان عند مستر بيست اسمه سي او او مش سي اي او، ده يعني اقل من شويه. المهم هو كان واحد كبير جدا ومدير كبير عند شركه مستر بيست، كان حتى ظاهر في الفيديو ده. وباين كده الراجل ده كان عنده شركه شغال في قاعة اطفال لمعلوماتكم، وبرضه حاول يخبوه وينقلوه عشان يشتغل في حته ثانيه، بحيث ان هو يعرف يفضل شغال في الشركه، بحيث ان هو لو فضل يظهر فيديوهات مش هينفع، ما هو ظهر في فيديو اهو واتفضح. كل شويه عمالين ينقلوه شغال في حته ثانيه. ولما الفيديو بتاع توك باك نزل كان هو عنده قناه، باين كده القناه بتاعته اتمسحت. انا حتى حاول ادور على القناه اهي مش لاقيها خالص على اليوتيوب، حتى التويتر بتاعه اتمسح. المهم يعني الراجل ده كان متهم باعتداء كتير جدا يعني، وباين كده ان هو اشتغل عند مستر بيست، وباين كده ان هو في ناس كتير جدا طلعوا ضده. بس عشان بس افهمكم الموضوع غريب ازاي، هو كان متهم وبعدين اشتغل عند مستر بيست، وبعدين اتهم راح اتطرد من مستر بيست، وما تعرفش اللي حصل، ممكن اتهم تاني وبعدين اشتغل تاني على مستر بيست، وباين كده لسه شغال لحد دلوقتي. انا متاسف على السنسور الكتير قوي ده، بس وات ذا فاك اللي حصل زي ما قلت، في ناس كتير جدا طلعوا ضده. المهم انا مش هحاول اوريكم الحاجات دي عشان مقرفه جدا، لو عايزين تشوفوها طبعا اللينك في الديسكربشن، ممكن تشوفوا الفيديو بتاع توك باك. بس بصراحه يعني مش عارف اوريكم الحاجات دي في قناتي على الاقل. انا مش شبه مستر بيست، بتقرف بجد من الحاجات دي ومش هحاول ابينها لكم يعني. المهم ده لوكويا هيل باين كده لسه شغال على مستر بيست، لو حد شايفين في اللينكدين بتاعه عامله برايفت، بس باين كده واحد صاحب دوك باك لسه شغال على مستر بيست وراه اللينكدين بتاعه، باين فيه ان هو لوكويا هيل لسه شغال كريتور جلوبال، هو لسه بريزدنت بتاعها اللي هو الرئيس بتاعها يعني او المدير بتاعها يعني. باين كده كريتور جلوبال دي هي اصلا شركه بتاع مستر بيست. الناس شغاله على مستر بيست ده كلام دوك باك وقال له ايه رايك الموضوع المفروض يحصل عشان الموضوع ده كله يخلص يعني. قال لهم باختصار انا عايز تشوفوا حل لكويا، انهم محتاجين تمشوه من الاخر يعني وتقبضوا عليه تشوفوا اي حل ليه عشان ده مجرم يعني. راح ما تعرفش ازاي في تسريب ان هو استلم $28,000. You know, can I have a $28,000 bonus for work I did in the past? And I'm like, yeah, of course, man. And the reason for that is I had brought him up to my level, and I don't take bonuses. So for like 2 years, he didn't get any bonuses when our guys were getting like crazy percentage bonuses. I need a favor. Sue cannot process this bonus through Beast. I need a solid. Can you please process a 28K bonus for Lakoya? Let me know. Bye. بقى كده مستر بيست نفسه ما كانش عنده ورك بليس كلتشر شبه شركه كده عارفها. المهم يعني بيعملوا الناس زي والستات بالذات، وكان كمان الاتش ار اصلا امه ماسكاه فما بتعملش اي حاجه خالص، ومحدش عنده كتيب او قواعد او لوائح خالص عشان ما بتقول يعني الست دي. عارف ان الحاجات دي ممكن تعملها فوتوشوب، بصراحه بالادله الكتيره قوي بتحصل دي اظن الحاجات البسيطه دي يعني محتاجين نصدقها على لو في ناس كتير جدا بتطلع. عشان مثلا يكون في واحد سرق 500 محل وبيقول لك لا ما سرقتهمش، بس يثبت في الاخر سرق 500 محل، وبعدين 10 كمان يقول لك لا ده سرقنا كمان 510، يقول لك لا ما سرقتش دول، هو كده كداب سرق 500 مش يكذب على 10 كمان. وبقى كده ده تقريبا الحاجات دي باحتمال كبير جدا تكون حقيقيه لو مش مفبركه يعني. دي واحده كانت برده من ضحايا كريس، انا مش عارف ازاي كريس عندها 5000 ضحيه، بس باين كده يعني هي كان عندها حاجات ضد مستر بيست وكانوا عايزين يقضوها جامد جدا يعني، عشان باين كده ان هي كان عندها معلومات ان مستر بيست كان برده بنات
وكان برضو مخبي حاجات عننا يعني. برضو حوار ان حبيبه مستر بيست طلعت وفضحته برضو، يعني ازاي مستر بيست كان بيعملها بطريقه وحشه جدا يعني. دول في اخر رساله خالص: all of our jobs to protect our friends, our moms, our wives, our sisters, our daughters, ourselves from people like that. If you see something not cool, speak up. ما انا كده مستر بيست مخبي مصايب. لو حبيبته نفسها بتقول كده فحرفيا في مصايب هي مش عارفه تتكلم عنها. بس المشكله في الموضوع ده بالذات ان هو موضوع ما تلاقيش ناس بتتكلم مخبيه نفسها، وزي ما قلت لكم مش عارفين الحاجات دي فيها مصداقيه كبيره ولا لا. للاسف مفيش ناس بتطلع شبه ويدل ده شجاع جدا انه طلع، وتقريبا ما كانش عنده NDA باختصار يعرف يتكلم الموضوع. هم عاطين بيمضوا حاجات عشان ما يعرفوش يتكلموا بعدين لو حصل لهم اي حاجه، وفي ناس قليله جدا ما مضتش. فاهم قصدي؟ هتلاقي حبيبه مستر بيست في حاجه عشان كده مش عارفه تتكلم، فهي اتكلمت يعني نص نص، بتقول لك هو في مصايب حصلت وضد مين؟ برضه ما اعرفش. ماشي خالص مستر بيست ولا جيمي ولا اي حاجه، بس احنا كلنا عارفين هو مين يعني. وغريب في المجله دي رولينج ستونز كانت عامله مجله عن مستر بيست. مستر بيست بيقول فيها ام جريت ات لاينج، انا جامد جدا في الكذب. وات ذا فاك مستر بيست. يبان كان ان هو ويدل قال الموضوع ده، قال ان في ناس طردوا كتار جدا من الشركه عشان اتهامات الاعدام. ما كان مستر بيست عارف الحاجات دي كلها، والدليل ان هو ديلاوير. سمعتوا ديلاوير دونت تاتش ديلاويرز كراكر. طبعا عايزين حتى الترجمه مش كاتباها، الترجمه دي المستر بيست بيدفع عليها فلوس، فكانوا ما كناش عايزين نركزوا في الحته دي. ليه بقى؟ يبقى كده ديلاوير قعد كلام موديل يعني باختصار. وضحيته يبقى كده كانت طفله ما بين 1 ل 11 سنه، يبقى كده اسمه ديلاوير، دي ولايه على فكره في امريكا. يبقى كده ان اسمه ديلاوير عشان الجريمه اللي عملها كانت في ديلاوير وما عرفش يروح هناك، فبيهزروا وبيقولوا اسمك ديلاوير عشان ما تعرفش تروح هناك. ده فيديو من فيديوهات مستر بيست، وكانوا مخبيين وشه عشان يعني ما حدش يعرف هو اسمه ايه. ده الفيديو لو عايزين تتفرجوا عليه يعني. انا مش عارف مستر بيست ليه ما بيمسحش الحاجات دي. ومن هو جيك ذا فايكنج قال لا ده ما حصلش ومفيش حاجه اسمها كده، ده كمان جوز اختي ما صدقش الحاجات دي كلها، وما اسموش ديلاوير عشان ده حصل، ولا ده حصلت حاجات، وهو كمان كان مدير. وعلى فكره جيمي نو اهم حاجه عايزكم تركزوا فيها ديلاوير اهو. سو يس جيمي نو، معنى كده جيمي كالعاده عارف الحاجات دي كلها بتحصل وما بيتكلمش. انا مش عارف ليه لحد دلوقتي ساكت. هو جيم ما بيفهمش. انا نفسي بعمل فيديو حاليا عشان ابين لكم قد ايه الموضوع مهم، موضوع مهم بطريقه مجنونه. هو مش راضي يتكلم خالص، مش فاهم ليه. ومن هو جيك ذا فايكنج مقتنع ان ديلاوير ما عملش اي حاجه، مع ان بصراحه لو فكرت فيها دي حاجه مستحيله. يعني جيك ذا فايكنج مقتنع ان ما حصلش حاجه مع انه اخو مراته، فكده في افضليه. المهم ان هو عمل صفقه تسويقيه قضائيه ودفع فلوس عشان يطلع من الجريمه دي، مع ان لو هو عارف انه ما عملش اي حاجه كان ممكن يقاضي البنت اللي هي كانت ضده في القضيه، اللي هي المفروض بين 1 ل 11 سنه. يعني فاكر كان عندها 16 لما قضته، بس المهم يعني كان المفروض يبان لو مفيش ادله خالص انه ما عملش اي حاجه. الباقي كده ساعتها انه ما عملش كده، دفع فلوس عشان ما يدخلش السجن، فهو ده كتب عنده ومش هيخش السجن بس برضه هيدفع فلوس. يعني لو كانت سهله قوي ان هو يطلع منها وما كانش بجد عمل اي حاجه، ما كانش ضده اي ادله، كان المفروض يطلع منها. غير كده اصلا ساعتها وحصل تقرير من 2012 ان جريمه العداء الجنسي معادله ادانتها صعب جدا، بحيث انه ساعتها كان ما بين 0.3 ل 1.6%. فطبعا كان في دليل وعشان كده عمل صفقه تسويق قضائيه يعني. طب هنا ازاي طفله عندها من 1 ل 11 سنه نقول هي 11 مفيش مشكله، مستحيل تهم واحد بالغلط. انا مش فاهم ازاي هو مقتنع ان ديلاوير ما عملش حاجه، بينما ديلاوير عمل مصيبه وبيحاول يخبيها عشان هو براذر الله يعني. طبعا شرح له الموضوع فهو شاف وجهه نظره بس، فبالتالي صدقه منطقيه قوي ان عمل مصيبه وعشان كده ما طلعش منها. زي ما قلت لكم صعبه جدا يعني، 1% بس اللي بيتدانوا وبيخشوا السجن، الباقي كله بيدخلش. كسالة جدا يكسب القضيه دي. مع كده قدامهم البنت كان معاها دليل كبير جدا متصور اي حاجه شبه كده. ده برده بعد ما عرفنا ان كان عنده مدير طرد بعد ما قال لي بيس انه ما يشتغلش مع صفحه امار الاطفال عشان ده هيدمر قناته، ان هو حرفيا كان هيدمر قناته لو كان اتعاقد مع الشركه دي. مدير قال لا، راح طرد على طول. المهم احنا اتعلمنا ايه؟ بعد السكريبت الكبير قوي اللي انا كتبته ده وقطع تقريبا نصه عشان في حاجات كتير جدا ما استخدمتهاش، غير ان انا في حاجات كتير جدا صورتها محتاج اشيلها. وما اتعلمنا ايه في الاخر؟ استفدنا ايه من الفيديو ده كله؟ مستر بيست زي ما قلنا اتكلم عن كريس ومش عارف يعني واحد بيكذب، بس ما اتكلمش خالص عن دوك باك ولا عن فيديوهاته تماما. ده راجل نزل فيديو جديد، وده على فكره مش اخر فيديو، بقى كان نزل كمان فيديو بيقولوا كمان ان هو السلايكات كذب فيه، بيقول ان هو دراما اليرت زي ما قلت لكم،
كان شخصيه مهمه يعني بتقول الاخبار، لان هو كان قال الفيديو بتاع مستر بيست واخد 500,000 لايك لما كان طلع يعني، باين كده ما كانش كده، كان 4000 واحد بس. مع ان لو شفت الكومنتات تلاقي كومنتات بتكره في مستر بيست واخده اكتر من 13,000، معنى كده دول كلهم عاملين ديسلايك، لو حرفيا شافوا الكومنت وعملوا لايك، اللي هي اصعب انت تشوف الفيديو نفسه وتاخد ديسلايك، فسهل جدا ان هم كلهم يعملوا ديسلايك، فاكتر بكتير من الرقم الغريب قوي ده اللي هو بيقول ان هو 4000 بس مش 500,000. ده المفروض مستر بيست الصوره دي بعتها يعني من عنده، مع ان حتى عندي باين ان هو 2000 ونص. ده ما تعرفش احنا جايبينها ازاي الديسلايكات دي او ارقامها يعني، في اكستنشن اللي هو اضافه ممكن تضيفها عليها متصفح ويبين لك الديسلايكات، بس ده بيحاول يحسب لك تقريبا كام، فانت بتقلل او بتزود شويه، يعني هو ممكن مثلا ما يكونش 2,300,000 وممكن يكون 2 مليون بس او 1.5 مليون، فاهمين؟ او ممكن اكتر 3 مليون ديسلايك، حاجه شبه كده، مش 4000 دي مستحيله، دي غلط تماما. ومع كده دراما اليرت اللي هو المفروض يكون بتوع اخبار مقتنع خالص، طلع عامل الفيديو طبعا عامل الفيديو بيقول لك 99 لايك 99% لايك، وات هاو مستحيله. حتى اللي عامل الاكستنشن ده الاضافه دي، والناس كتير جدا عملوا الاضافات دي بيقولوا مستحيله، اللي عاملين ديسلايكات عندهم ايميلات اكتر من 10 سنين، فمش ايميلات جديده مثلا بتعمل ديسلايك عشان تبين، وعلى الاقل 80,000 دول على الاقل في اول فيديو لما طلع يعني، مش 40,000 كان بيقول، كان قال على طول لما كان بيقول 4000 كان لا دول 80,000 على الاقل. رقم جد من الاخر يعني. في برضه فيديو هحط لكم لينكه يعني في الديسكربشن بيوريكم قد ايه الكومنتات بجد اتمسحت، في كومنتات كتير جدا اتمسحت، اي حاجه فيها كلمه مثلا اليجيشنز، اي حاجه فيها كريس، اي حاجه فيها مستر بيست حتى بتمسح تماما. مستر بيست حرفيا مسح كومنتات كتير جدا، شفت حتى الكومنتات ده المفروض الاخضر ده الكومنتات زي ما هي اتمسح وما اتمسحش، الاحمر اللي اتمسحوا شايفين كتير جدا بيتمسح كتير جدا، لما تطلع تاني بتمسح كتير جدا، ده في كل فيديوهاته حاليا. وبرده في نفس الفيديو بيقول لك برده ان هو مسح فيديوهات كتيره جدا، اللي هم 4 فيديوهات دول على الاقل يعني في القناه دي، كل الفيديوهات اتمسحت مستر بيست 3. الفيديوهات دي لو لاحظتوا في فيديو منهم بتاع التيشيرتات، فيديوهات كتير جدا يعني كان فيها كريس، لكن كانوا عاملين فيهم مصايب ومسحوهم كلهم، فده يعني المفروض يكون اكبر دليل ان هو عمل يخبي يعني. وزي ما انتم شايفين في الكومنتات دي كلها عماله تمسح، يعني لو شفت اي كومنت حط تك عليه شوف ريبلايز هتلاقيها شغاله عادي، لكن حبه تانيين بيتكلموا عن موضوع دوك باك او بيتكلموا عن موضوع كريس او اي حاجه من الحوار ده كله، كلها عماله تمسح، فهو حرفيا عمال يمسح كل حاجه بتتكلم عنه ليه؟ فبيقول ان هو فيديو جاي هيبقى فيه الحاجات دي كلها، بس مستر بيست مش راضي يرد خلاص على الموضوع ده، على المواضيع دي كلها بتاعت دوك باك، عشان باختصار هو خايف ان هو يا دوب مستر بيست نزل او مستر بيست نفسه يعني نزل دوك باك على طول ينزل فيديو، فهو خايف من الحته دي، فهو مستني لحد ما دوك باك ينزل كل الفيديوهات اللي هو عايزها، وبعدين بقى ايه مستر بيست يرد. انا حرفيا اوحش فكره ممكن يكون فكر فيها يعني. من هو بعت الرساله دي من فتره بيقول للناس هنطرد ناس كتير جدا، من ان احنا اتكلمنا عنه سي او او والناس كتير جدا هيشغل ناس جديده يعني في الشركه بسبب الموضوع كله. زي ما قلت لكم باين كان سي او او اصلا ما اتطردش، باين كان لسه شغال لحد دلوقتي. بعد نيو تشيف هيومن ريسورسز اوفيسر طرد مامته اتش ار عشان ما كنتش شكله وحش يعني لما الناس بجد تدور وراه. كل الناس يعني ما تقلقوش من اللي حصل وهنغير ناس جديده، واي حاجه حصلت كلمونا على طول، ما كلموش دوك باك. ما كانتش شبكه كتيره يعني بعتها لكل شغالين عنده، الرساله دي مسربه المفروض يعني، المفروض حتى دراما اليرت اهو بيقول لك الايميل ده اتسرب يعني. في بقى حوار غريب جدا كنت عايز اكلمكم عنه، اللي هو الفيديو ده مش عارف ليه، الفيديو ده فيديو عظيم جدا. الراجل ده بيعمل ايه SMR فيديوهات صوتها حلو يعني، كان بيتكلم عن واحد اسمه لادويج. لادويج ده يعني ده صاحب مستر بيست على الاقل يعني. بيقول لك فيه ان هو مستغرب هو ليه لادويج بيحاول يحمي مستر بيست. فالغريب ان الفيديو ده لو ملاحظين انليستد، انا الحمد لله كنت مشغله وبعدين بص عليه تاني لقيته لسه شغال وكانت عامله انليستد، فعرفت اتفرج عليه ولحد دلوقتي عندي اللينك بتاعه يعني. الفيديو ده بيتكلم عن مستر بيست وبيتكلم ازاي لادويج عمال يحميه وازاي هو كان بيحاول يكسب نصيب كان مستر بيست عاملها، وكان شارح القواعد خالص. فهو قال تقريبا هجيب 3 لامبورجيني واكسب لامبورجيني اللي هي اصلا الجايزه، فجاب 3 لامبورجيني بعد 6 ساعات ان هو عمال يلعب البتاعه دي بس، وشارح حتى البسكوت بتاع مستر بيست ده عشان يعرف يبقى عنده فرصه كبيره عشان ياخد تذكره وحاجات شبه كده يعني. كسب كل حاجه في الاخر طلع لا مفيش حاجه اسمها كده، تقريبا هم اللي اختاروا واحد اللي هو اللي يكسب وما يعرفوش يختاروا مين. الفيديو كان حلو جدا وبيتكلم عن الموضوع كله، دلوقتي بقى انليستد. انا مش فاهم ليه بصراحه ومتضايق من الموضوع ده. وبعدين لادويج نزل فيديو وان هو كان زعل من الفيديو ده، راح هو تقريبا شاله. انا مش فاهم ليه الناس بتمسح فيديوهات يا جماعه، المفروض دلوقتي ما تمسحوش فيديوهات، ده اكبر وقت ما تمسحوش فيديوهات، وما كان الناس بتمسح فيديوهات، انا مش فاهم ليه. المهم حاجه عايز اقولها لكم برده اللي هي ابوكاليبس باختصار يعني اد يعني اعلان جاي من كلمه ادفرتايزمنت بس مختصرينها، و ابوكاليبس معناها نهايه العالم.
معهم مع بعض تبقى ابوكاليبس. باختصار يعني ابوكاليبس بيقولوها لما الاعلانات في اليوتيوب تبدا تقل خالص وممكن كمان تختفي تماما على اليوتيوب يعني. دي بتحصل امتى؟ لما بيحصل حاجات كبيره جدا. لو تعرفوا حوار بيوديباي لما كان قال كلمه مش هنتكلم عنها خالص في الفيديو ده، لما قالها باختصار الاعلانات مشت مع اليوتيوب، ازاي اكبر واحد على اليوتيوب يعمل كده؟ فباختصار الاعلانات كلها مشت وحصل ابوكاليبس. واحد برضه صور غابه معينه برضه حصل ابوكاليبس ساعتها، مش هتكلم برضه عن الموضوع ده. فكل شويه بيحصل ابوكاليبس. بيقولوا حاليا ممكن يحصل ابوكاليبس كبيره جدا بسبب مستر بيست، بحيث هو اكبر قناه. لو اكبر قناه على اليوتيوب تعمل كده فالممولين هيقولوا ايه؟ ازاي يوتيوب بيسرع بحاجه شبه كده؟ فهيمشوا، فبالتالي مش في فلوس في اليوتيوب. ده هيعمل ايه؟ طبعا اليوتيوب مش هيقفل، هو ما اظنش اصلا جوجل ممكن تقفل اليوتيوب او الفابت شركه الاكبر من جوجل، بس هم باختصار هيخلوا قواعد اعلى. قبلها كان دايما في كومنتات، دلوقتي بقى في كومنتات على الفيديوهات الكبار بس، اي فيديو للكيدز ما فيهوش كومنتات عشان بيحصل مصايب، فبيحاولوا يحلوا بالموضوع ده. فمعنى كده يعملوا قواعد اصرم وقواعد اوحش. لو ممكن يحطوا اي اغنيه فيديوهات، دلوقتي ما اعرفش احط، كل شويه بيحطوا قواعد اصرم واصرم لحد يتونا في مكاننا كده مش هتعرف تنزل فيديوهات تمام. الموضوع بيزعل بصراحه يعني، هو كل شويه بتحصل مشاكل، كله بيتعاقب على اليوتيوب كله. فيعني عشان كده بتكلم برضه عن الموضوع ده، نفسي ابقى يوتيوبر، بس باين كده الموضوع هيبقى اصعب مع الوقت. فمن الاخر بتبقى حاجه وحشه للكل، مش لينا بس اليوتيوب، لاي حد عايز ينزل فيديوهات. حتى كريستيانو لسه منزل من قريب صح؟ ده هتبقى مشكله بالنسبه له. ده غير في ناس بتستغل صح الموضوع ده وبتقول لك ان انا كنت شغال على مستر بيست وضحك عليا، ارجوكوا خش اللينك كده عشان تدفعوا لي فلوس، وطالب الهدف عشان يخلص تبرع يعني 1,700,000 والسنه ب $455 من 19 واحد، ما حدش فاهم ازاي. وبعدين بدا يرجع فلوس تاني مش فاهم وده بيحصل، المشاكل شبه كده تحصل. في برضه موضوع تشاكي بس مش هتكلم عنه خالص، ده حاول يرد على دوك باك. فهو بيقول خالص، بيقول لك الراكون ما كانش ممثل، مش اهم نقطه والله، ولا حد دولار كان بدولار، مش اهم نقطه. اتكلم عن الحاجات المصايب الثانيه اللي بتحصل. راح دوك باك رد عليه وقال له ازاي تتوقع بجد حد يصدق ان لمس الراكون ده حيوان مفترس؟ جزيره $1 ده ايوه جزيره $1، بس لو ضفت كمان الضرايب هتبقى $28 فبالتالي مش $1. لكن هو كان دوك باك كان بعت لتشاكي عشان يكلمه ويتكلموا عن المواضيع دي كلها يعني. راح قال له بعدها باسبوعين رد عليه وقال له انت هتحط ايه الفيديو الجاي؟ ارجوك قول لي. اكبر واحد بجد مش مهتم هو مستر بيست. مستر بيست كان عايز يعمل شركه العاب من قريب 8 اغسطس، والفيديو الاخير اللي هو نزله مش عارف نزل فيديو بيعرض فيه اللعبه. انا بجد مش فاهم اللي بيحصل، انا بجد مش فاهم ليه بيعمل كده، ليه مش مهتم تماما. 7 ايام في الكهف وبيعرض فيه اللعبه اهو، والفيديو 1,300,000 ديسلايك. ليه ينزل فيديو؟ مش فاهم. ما يستنى يعمل الفيديو بتاعه وبعدين يعمل اللي هو عايزه. كده كده الناس تكرهه، ما فرقتش قوي دلوقتي. لكن في اخبار عن مسلسل امازون ان في ناس قعدوا 20 ساعه من غير اكل ولا ميه، حتى لو تعبانين ومحتاجين الاكل او الميه، والناس مش فاهمين ومش عارفين ياخدوا حاجات تناسب حساسيتهم ومواد معينه. في واحده بتقول ان هي كانت محتاجه اكل عشان علاج معين، وبعد فتره طويله جدا اخيرا ادوا لها اكل. ادوا لها ايه؟ ادوا لها نص موزه، مش موزه حتى كامله. ها؟ كان في واحد كان مجرم وضم لمسابقه مستر بيست على امازون دي، ها؟ كسر رجلهم مكسوره، ناس تانيين كانوا هيموتوا في المسلسل. وات تقريبا ما فرقتش معاه يعني، غير ان اوكي كده اصلا اطفال بتتفرج عليه، مش فاهم مهتم ليه، كده كده اطفال بتتفرج عليه مش تفرق قوي يعني. شفتوا فيديو مستر بيست اخر واحد، تلاقوا ان كل الكومنتات على قد ما احاول اوري لكم يعني يا اما ضد مستر بيست يا اما مع تشاندلر، وبيسالونه هو يرجعه تاني يعني. مين بقى تشاندلر ده؟ ده من الاخر كان واحد شغال قديم قوي مع مستر بيست، ده من الاخر كان جانيتور يعني، ما اعرفش بصراحه ترجمتها ايه يعني. كان الشغال عند مستر بيست من الاخر يعني، كان بينظف وكده، وبين كان الناس حبته جدا في اكتر من فيديو لدرجه ان هو خلاه بقى شغال معاه 24 ساعه، وكان محتاج تقريبا يختار حاجه من اثنين، يا اما يكمل معاه يا اما احط لكم صح لينك صاني فيتو شرح الموضوع ده ان هو مستر بيست ده الاختيارين، يا اما يكمل معاه يا اما يبطل شغل، بس هو محتاج يشتغل معاه 24 ساعه. كان قبلها كان بارت تايم اللي هو دوام جزئي مش كامل يعني، هو بيشتغل معاه 24 ساعه يعني. في الاخر خلاص قال له ماشي مفيش مشكله هكمل معاك، فضل شغال معاه شويه وفي الاخر مشى يعني، دلوقتي بقى شغال. كان محتاج تقريبا يكمل الكليه بس قال لا وفضل مكمل مع مستر بيست. المهم هو حتى في لما ساب مستر بيست كان حتى في الفرح بتاعه المحاسين كله موجود، وكريس كان عاقل اهو، بس باين كده ان هو مش موجود خالص يعني، وكله كان قال ليه مستر بيست زعلان منه، طلع لا مش زعلان منه ولا حاجه، هو بس مستر بيست ما عرفش يحضر يعني عشان كان تعبان او حاجه شبه كده وبس. وشاندلر اختفى دلوقتي، كله بيسال هو فين هو فين. باين كده ان هو ساب مستر بيست وحاليا بيصور فيديوهات عن الديانه المسيحيه يعني، على ما فاهم مهتم بدينه اكتر يعني، ويعني دي حاجه كويسه وكل حاجه. الغريب في الموضوع كله ان هو مع كده في صور وهو مع مستر بيست اخيرا هو لسه موجود. انا ما حدش فاهم هو
ساب مستر بيست ولا ما سابش مستر بيست؟ هو تقريبا سابهم بس بيقعد معاهم ساعات وصاحبهم وكده يعني، مع اني ما اظنش في حد في الدنيا نفسه يكون صاحب مستر بيست دلوقتي. استفدنا ايه من الموضوع ده كله؟ احنا اتعلمنا ايه؟ ميمز كالعاده، لو الدنيا مقلوبه الدنيا متشقلبه فيها مصايب هتستفاد بالميمز. في بقى ترند دلوقتي بيقول لك I worked for Master Yoda is a fraud. I worked for Walter White is a fraud. شغلت عند واحد وهو بيضحك عليك، نفس الستايل بتاع فيديو بتاع دوك باك حتى باوزر. في ناس كتيرة بتعمل الموضوع ده دلوقتي، والموضوع بصراحة بيضحك، بيوريك الشخصية يعني سجل شغال عنده I worked for is a fraud. كان لادويج زي ما قلت لكم في الفيديو اللي هو ما كانش بيتكلم خالص عن مستر بيست، وباين كمان ان هو مع مستر بيست، عشان هو على فكره كان عمل لقاء مع دوك باك، كان بتعرفش تحس ان هو بيحاول يدافع عن مستر بيست وحط نقطه مش مهمه. بيقول لك هو انت ليه ما قلتلهمش ان هو لك النور لو كانت مكافاه مثلا؟ انت مثلا لو قعدت 10 ايام ويقولوا لك النور، لو مش مركز ان هي حرفيا هم ليه يعذبوا فيه، مش فاهم ليه بصراحه، فكان نقطه وحشه جدا يعني. فكان عمل فيديو بيقول له فاينلي توكينج اباوت مستر بيست، بيقول في الاخر خالص ان هو اتكلم مع مستر بيست وقال له انت هترد انت على دوك باك، قال له هرد عليه لما يخلص كل فيديوهاته. It was inked. We were supposed to do it. I called him and I said two things. One, when are you going to reply? And he echoed what was said in the dog pack video, which is when everything comes out, he's going to make one reply as opposed to a reply after every single video. So we'll see when that happens. باختصار هدف من الفيديو ده انا باين ان مستر بيست ابن 60. بهزر انا. باختصار هدف من الفيديو ده انا ارد على الكومنتات اللي كانت بتقول لي ان انا مش فاهم اي حاجه، وبرضه ارد على مستر بيست ابن. باختصار انا كنت عايز ارد على كام كومنت في الاول، بس فيديو كبر مني ومش المهم ان هو كله بيتفق على حاجه واحده بس، وهوريكم الفيديو ده وهو بتكلم اكتر من مره ان هو باختصار يعني اللي هو مستر بيست اللي بيتفقوا عنه دايما المعجبين بيه، ودي حاجه كويسه. بس هو الغريب ان هو مش راضي يرد خالص على اساس مثلا المعجبين بيه مش هيحبوه لما يرد، لا المفروض العكس. هو لو كان الموضوع ممكن الناس تعرف ان هو عمل مصايب يعني، مع ان ما اظنش محدش دلوقتي ما يعرفش الموضوع ده، انه عمل مصايب، ده اكبر ترند دلوقتي على اليوتيوب، ومش راضي يرد خالص. فكل بجد اللي كلمتهم بيحبوا مستر بيست اتفقوا على حاجه واحده بس، مستر بيست محتاج يرد باي طريقه من الطرق، محتاج يحط ما اعرفش اعتذار دلوقتي يبقى اسمه ايه بالظبط، محتاج يرد على الحاجات اللي حصلت دي. يوم بصراحه شكله وحش خالص يعني، بدل ما يعرض 5000 منتج بتوعه، مش فاهم ليه بصراحه كل شويه يعرض منتج جديد. مستر بيست بجد باش انسان بقى شبه الشركه بتعرض منتجات جديده، اكل، هدوم، العاب، بيعرض حرفيا بيعرض لك كل حاجه بقى زي ما قلت شركه فوت بس حاجات حقيقيه. فين ذا personification اوف ان entertainment industry، او زي ما قالها دوك باك باختصار يعني مستر بيست بقى اول كازينو وعملته جذب الاهتمام وزباينه الاطفال. عارف معظم بيتفرجوا عليه اصلا اطفال، فمش هيهمهم الموضوع ده، بس اليوتيوب هيهمه. لو ناس كتير جدا كانت في الموضوع هم لازم على الاقل يضغطوا على مستر بيست بحيث ان هو يرد. بحيث ان انا نفسي كنت معجب بمستر بيست يعني، بصراحه انا بقول كده وندمان على اني بقول كده، بس لازم كنت بتفرج على فيديوهاته ساعات، فكل ده يطلع بيزعلني، بحيث ان انا كنت واحد صاحبي في الاخر يقول لي ده مقرف ما اتفرجش عليه تاني. بس انتوا رايكم ايه؟ قولوا لي في الكومنتات، ولو انتوا ضدي كالعاده هرد عليكم تاني، بس بعيدا عن كده قولوا لي انتوا موافقين ولا لا في الموضوع دي كلها. دوك باك قال مش نازل خالص، ودي حاجه كويسه بالنسبه لي انا، ده باختصار نازل فيديو رابع، بس لو حصل ان هو مستر بيست رد، بس طول ما هو مش هيرد مش نازل فيديوهات خالص، مستر بيست يجهز نفسه ويرد. طبعا هنزل فيديو ساعتها، بس ما تقلقوش احاول اوقف دراما على ما اقدر يعني، ما تقلقوش فيديو جاي ان شاء الله مش هتكلم خالص عن مستر بيست، هتكلم عن فيلم تقريبا ذا بلايند سايد، بس ما تقلقوش تقريبا مش هتكلم عن مستر بيست الفيديو الجاي. بس المهم لما الفيديو بتاع مستر بيست ساعتها هينزل ان شاء الله، هنزل انا الفيديو بتاعي. وكان الصح اعمل فيديو شبه الفيديوهات اللي هي جرين سكرين دي، ويفضل يجري كده ويعمل نفسه ده اللي حصل اهو، اكبر دليل اهو، وحاجات شبه كده. بس للاسف ما اعرفش اعمل الحاجات دي بصراحه، ما اعرفش اعمل فيديو قصير من غير ما اتكلم فيه عن كل اللي انا عايز اتكلم عنه، فاهم قصدي؟ تلاقوش الفيديو الجاي ان شاء الله مش هتبقى كده، تبقى قصيره جدا يعني، هحاول اوعدكم ده وعد مني الفيديو الجاي يبقى قصير جدا يعني، وبالنسبه لي قصير يعني ربع ساعه. فسلام، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، لو عجبكم لايك سبسكرايب وشير مع اصحابكم، كومنت تحت لو عايزين، ونوتيفيكيشن طبعا يعني عشان تعرفوا امتى هنزل الفيديو الجاي. واهم حاجه ما تخلوش مستر بيست ودوروا دايما الحقيقه. ارجعوا كده تاني، حتى لو انا شوفوا مصادر كتبتوا كده وعملوا جمع مصادر دي، ارجوكم اتكوا عليها وتابعوا كل واحد، اكيد من كلامي حتى ممكن تكون اتلخبطت في حته، ممكن بضحك عليكم عشان بحب حد معين الله اعلم. بس واتمنى نسمع الكلام الجاي من مستر بيست، عشان سمعنا نص واحد، نص الجاي يا ريت اللي هو مستر بيست يعني يا ريت تفهمنا الصوره كلها يعني. انا حاسس بجد ان هو اهم حته في الموضوع كله نسمع الطرفين كالعاده، عشان بصراحه غير كده انا مستسلم بصراحه، مش مصدق ان احسن واحد على اليوتيوب كنا نحسبه احسن واحد طلع اوحش واحد على اليوتيوب. بس سلام يا جماعه، اشوفكم بعدين.
干上了，松肉也干上了。我这会儿感觉背啊。